الأستاذ محمد مرسي عيسى العياط ولد في محافظة الشرقية في أغسطس عام 1951. تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1972 وعين بها معيدا، وحصل على درجة الماجستير عام 1974، ثم درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا وعين بها مدرسا مساعدا. انتخب محمد مرسي عضوا بمجلس الشعب، وكان المتحدث الرسمي باسم كتلة الإخوان، وقاد عدة استجوابات شهيرة. تعرض للاعتقال مرات عدة، آخرها صبيحة يوم 28 من يناير عام 2011 جمعة الغضب. تم اختياره رئيسا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الذي تم إنشاؤه في أعقاب ثورة 25 من يناير. الدكتور محمد مرسي متزوج وله 5 أبناء، ويهوى كتابة الشعر وقراءة الأدب الإنجليزي. أعلن ترشحه رسميا لانتخابات رئاسة الجمهورية في 7 من أبريل عام 2012. وقد تصدر المرشح محمد مرسي الجولة الأولى من الانتخابات، لكنه لم يتمكن من تخطي نسبة 50%، لذا فسوف يخوض جولة الإعادة في 16 من يوليو الجاري أمام المرشح صاحب المركز الثاني أحمد شفيق. محمد مرسي مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية مصر 2012. دكتور مرسي، السلام عليكم. وعليكم السلام. وأهلا بحضرتك، وأنا سعيد لوجود حضرتك معنا هنا في CBC وفي برنامج بهدوء، فأهلا بيك. وأعتقد أن احنا كأهل الخبر دايما بيكون عندنا حرص ان احنا نبتدي نشتغل على الأخبار السريعة على طول، فالنهاردة كان يوم ساخن جدا في تاريخ مصر. تقدر تقول لي انطباعاتك عن توصل الجميع مع المجلس العسكري اليوم للاتفاق على شكل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني أحييك يا أستاذ عماد، وأحيي القناة وفريق البرنامج. شكرا. والسادة المشاهدين جميعا، تحية من قلبي للكل. وأنا أسعد جدا يعني مقابلة السادة المشاهدين، خاصة أن أنا كنت اعتذرت لهم عن يوم الجمعة الماضي، فأنا سعيد جدا بمقابلة اليوم. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الله يبارك فيك. وأنت أشكرك على عودتك يعني من شغلك باللي تستكمل هذا الحوار معي. أهلا بك يا أستاذ عماد. الحقيقة احنا في مصر في مرحلة حساسة. احنا في مصر في مرحلة بناء مصر الجديدة، مصر الحاضر والمستقبل أمام مصر الماضي، مصر الحرية والديمقراطية والمشاركة الحقيقية، ومصر السلطة الدكتاتورية، الفساد، الإجرام وما حدث. هذه المقابلة تخلينا لما نبقى في مرحلة الانتقال نحس ان الأحداث مهمة جدا، وبالتالي الجمعية التأسيسية للدستور يجب وينبغي وكلنا حريصون أن يكون فيها كل ألوان الطيف المصري. يتفق المصريون من خلال أحزابهم، من خلال هيئتهم البرلمانية في البرلمان المنتخب، من خلال نخبهم، من خلال المسؤولين. المجلس العسكري هو المسؤول عن البلد دلوقتي. اللي حصل النهاردة نتاج اجتماعات كتير منذ فترة أكثر من 3 أو 4 أسابيع. أنا بصفتي الآن ما زلت رئيس حزب الحرية والعدالة حريص جدا أنه ننتهي من موضوع الجمعية التأسيسية بما يرضي يعني ألوان الطيف المصري مع بعض. النهاردة الحقيقة بلورة وتتويج لهذه الجهود. مساء أمس حتى فجر اليوم كان الناس يعني يجلسون مع بعض للوصول إلى حالة توافق جميلة ومطمئنة للجميع، واليوم الاجتماع كان تكملة لذلك. وأنا أتصور أن يعني الأسبوع القادم إن شاء الله ابتداء من السبت إلى الثلاثاء الأربعاء سيشهد ميلاد هذه الجمعية بما يرضي يعني رغبات الشعب المصري من خلال ممثليه ومثقفيه ورغباته وطلباته. الحوار المجتمعي الإعلامي اللي تم في الشهرين اللي فاتوا إن شاء الله يبقى الناتج يليق بمصر الجديدة، مصر الحرية ومصر الديمقراطية
مصر المستقرة اللي أهلها ومن يقوم على شأنها رئيسها بيحبوا بعض، مش مصر القديمة اللي كان فيها الصورة اللي احنا عارفينها. إن شاء الله دي خطوات جادة نحو الاستقرار والخير لمصر. طيب قبل ما نتكلم عن مصر القديمة أو مصر الجديدة، في مصر الحالية، يعني في الماضي، في المستقبل، المضارع بقى النهاردة اللي هو موجود. حضرتك يعني أكبرت فيك شجاعتك لما قلت إنه من ضمن أخطائنا إن إحنا ما فكرناش كجماعة الإخوان يعني وحزب الحرية والعدالة في عملية الهيئة التأسيسية، إن إحنا نحاول إن إحنا نراعي كافة أشكال الطيف السياسي اللي هو موجود في مصر. السؤال: هل جماعة الإخوان بتتعلم يعني اللي بيسموه بالإنجليزي learning curve في طريقة تعاملها مع الأمور؟ يعني ممكن تكون داخلة بفكرة ممكن تكون حسنة النية، لكن في نهاية الأمر it's not workable، غير قابلة للتطبيق. هل أنتوا في المرحلة دي؟ والحقيقة الأخطاء واردة مع افتراض حسن النية. أخطأنا بنصلح بننتقل. جماعة الإخوان أنا اتعلمت إزاي أحب بلدي وأهلي وأتوافق معهم، إزاي لما أخطئ أعترف بالخطأ. كويس. إحنا الآن أنا قلت وأنا رئيس الحزب إن إحنا أخطأنا، ربما تسرعنا، ما شفناش الصورة بالوضوح الكافي. الآن بنعود إلى الصواب مع الآخرين. كان هناك أيضا بعض الأخطاء من الآخرين، لكن النهاردة الصورة أفضل، في حرص مننا كلنا إن شاء الله على التوافق. فإحنا نتعلم من الأخطاء، هذا واجب، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. هذا مفهوم التعلم ومفهوم إزاي إن الخبرة تنتهي بتطبيق، تنتهي بحالة أكثر قبولا في كل المجالات. على فكرة ده موجود. فإحنا إن شاء الله بننتقل إلى حالة أفضل لمصر إن شاء الله. أنقلك لخبر تاني مهم النهاردة، اللي هو مؤتمر سيادة المستشار محمد الزند اللي هو رئيس نادي القضاء، اللي كان بيشعر بنوع من الحزن والغضب الشديد الذي أعلن عنه، قالوا في المؤتمر وقاله لي في البرنامج، لأنه بعض القوى في البرلمان المصري في تعليقها على الأحكام ممكن تكون فهم أن هي أساءت للقضاء والقضاء المحترمين واستقلال القضاء وأحكام القضاء. فهل ممكن حضرتك تجلي وجهة النظر؟ أنا لا أوافق على الإساءة للقضاء. القضاء والقضاة ميزان الوطن. على فكرة احنا في اختيارنا لرمز الميزان للحزب كان عندنا حس العدالة، عشان احنا اسمنا حزب الحرية والعدالة. والعدالة هي التطبيق العملي للعدل المفهوم الكبير. فالقضاة ميزان الوطن، وبالتالي الإساءة إليهم لا أوافق عليها بتاتا. التجريح مرفوض، النقد غير الموضوعي مرفوض، إبداء الرأي في الأحكام أيضا مرفوض. لكن الحالة المجتمعية الثورية اللي موجودة بنقدرها كلنا. المستشار أحمد الزند شخصية محترمة مقدرة، هو ونادي القضاة له دور كبير. النادي طول عمره، النادي ده اللي وقف قدام التزوير في 2005، احنا ما نسيناش. القضاة دول هم اللي عدلوا الموازين. مجلس الدولة هو اللي حكم الأحكام الكتير اللي أسقطت عمليا وإن لم تكن فعليا. هم اللي وقفوا في انتخابات البرلمان 2010. ما هو أنا بقول هم مجلس الدولة، هم اللي أشرفوا على الانتخابات الأخيرة. بالظبط. القضاة هم ميزان الوطن، وبالتالي لا أوافق بتاتا على الإساءة إليه. فأنا المستشار أحمد الزند ونادي القضاة أنا عايز أقول له رسالة وصلتني أمس، أول أمس، وأنا جالس مع يعني زعماء قبائل عربية في الوطن كله، وأحد شعراء البياضية من هذه القبائل قال كلام أنا متأكد أنه ممكن يأثر جدا، مش ممكن سيؤثر في المستشار أحمد الزند. الشعب المصري بيسمعني دلوقتي، أنا مصري متأثر بالكلام، بس أنا هقول بعد الكلام ده الشاعر بيقول إيه. بيقول صرخة أم شهيد بعد الأحكام. أيوة فهم. بيقول أم الشهيد نادته
قالت اجيبه منين؟ مم. صرخت بصوتها الحزين ودموعها على الخدين. سيف العدالة انكسر، اصبح ملوهش ايدين. مم. سيف العدالة انكسر، مين يجيب الحق مين؟ سيف العدالة انكسر. ام الشهيد، الشاعر تصور ام الشهيد. مم. انا عايز اقول سيف العدالة يلمع، سيف العدالة انتبه، سيف العدالة ماضي في ايدين القضاة، عنوان باحكامهم عنوان الحقيقة. لكن لازم احنا كلنا ندرك، وشعب مصر سائر، انه زعلان ان المجرم ما زال حرا طليقا، ان الدم بتاع الشهيد ما رجعش لاصحابه، ان الحق والقصاص. انا ما اقدرش انسى كلام الاستاذ ربيع بتاع السيده زينب وابو مصطفى ربيع اللي في ثانيه اعدادي، وهو بيقول لي اول امبارح وانا قاعد مع اهالي الشهداء، بيقول لي ابني كان رايح المدرسه في ثانيه اعدادي يمتحن، وهو راجع وقف مع الثوار دسته العربيه المجنزره ومات. ولا وفاء اللي كلمتني على ابنها محمد مصطفى، ولا الشاب اللي في الهندسه. حضرتك عندك الشاب اللي في الهندسه، الشاب اللي في الهندسه بتاع هندسه الزقازيق، محمود سليمان اللي مات في بورسعيد. حضرتك عندك ادنى شك أنا عايز أقول عندك ادنى شك ان القضاء لا يريد القصاص لهؤلاء؟ لا ما عنديش. طب القضاء كيف يحكم سيدي؟ لا ما عنديش. يحكم بما تتوفر انا اليه. بلتمس العذر للمستشار احمد الزن في شعوره، لانه زعلان ان القضاء يمثل، انه حريص على القضاء، وانا حريص على القضاء والقضاء. السلطه القضائيه السلطه الثالثه المستقله ضروري، ده كلام ما فيش فيه كلام. دي مسؤوليه رئيس الجمهوريه، الفصل بين السلطات وضمان الاستقلال. ولكن انا ايضا عايز المستشار احمد الزن يلتمس العذر لاباء وامهات واهالي الشهداء وللشعب المصري. القاضي ملقاش ادله ادانه في الاتهام الموجه ليه كافيه، ولذلك يجب الا توجه عبارات النقد اللاذعه للقاضي بقدر ما توجه لمن كان في يده الادله. من المسؤول عن الادله؟ انا عايز اقول ان انا بقدر جدا اللي قاله المستشار احمد الزن، لكن انا عايز الحاله ما تتحولش في المجتمع الى صراع بين السلطه القضائيه المحترمه جدا وبين الشعب صاحب السلطه كلها اصلا، وهو مصدر السلطه، اللي حزين بصفه عامه وخرج في الميدان. اللي المساله مساله الدكتور صالح فرج ده استاذ في جامعه القاهره، مش راجل عادي يعني، مهاب ابنه ابوه حزين عليه جدا، بيقول عايز حقه. وفاء بتقول لي عايز حق ابني بجد في التليفون، في مداخله تليفونيه يمكن حضرتك سمعتها. ايوه. وغير كده، وانا ابني الصغير لما اتصل بيا وانا في الميدان يوم 2 فبراير وكان في اولى ثانوي، بيقول لي انا محبوس والبلطجيه بره الجامع عايزين يذبحونا، اعمل لي حاجه يا بابا. فانا حاسس بالموضوع، والمستشار احمد الزند حاسس بالموضوع، والشعب حاسس بالموضوع، والقاضي حاسس بالموضوع، انا متاكد من هذا. لكن ما زال المجرم لم ينل عقاب. عشان كده يا استاذ عماد اسمح لي، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب، تستقر الانفس وتهدأ الدماء لما يتاخد الحق. مين المسؤول عن دم الشهداء؟ اين الادله؟ السلطه التنفيذيه صح، هي المسؤوله. عشان كده انا مع المستشار احمد الزند، احترام القضاء واجب. هو الخوف سيدي زي ما حصل مع سيدنا عثمان، من المسؤول عن دم سيدنا عثمان وقتلة عثمان، ثم دفع يعني المسلمين من خيرة أبنائهم حوالي 50,000 شهيد على مدار 4 سنوات، والتاريخ يكرر نفسه. ثم بعد ال4 سنوات تم عفو وأغلق الملف. فالخوف أن يكون هناك حق حقيقي ما حدش يقدر ينكره لدماء الشهداء، لكن أن يتم استثمار ذلك في معركة سياسية. لا عشان كده أنا قلت إن رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية، لو أنا إن شاء الله
لابد من البحث من خلال السلطة التنفيذية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، المخابرات العامة، أجهزة الأمن بصفة عامة، عن الأدلة الحقيقية التي تدين من قام بالفعل. هل هذا من صلاحيات رئيس الجمهورية؟ نعم. وهل هذا لا يعتبر تغولا على ليس سلطة تغولا، التحقيق؟ ليس تغولا، لأنه رايح يوديه لسلطة التحقيق، ده بيساعد سلطة التحقيق. حضرتك تذكر أن النيابة في مرافعتها في هذه القضية المشهورة قالت في أول مرافعة في أول جلسة أن الجهات التنفيذية المسؤولة عن تقديم الأدلة لم تتعاون معنا بالقدر الكافي ولم تقدم الأدلة. النيابة قالت كده. نعم. وبالتالي الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق عشان النيابة تقوم بدورها والسلطة التنفيذية تقوم بدورها قضاة التحقيق يقوموا بدورهم، ثم يحال الموضوع للمحكمة. يعني حضرتك نتكلم على القانون احنا دلوقتي. قولا واحدا، إذا أصبحت رئيسا للجمهورية ستعيد المحاكمة رغم أن هناك نقد يتم دلوقتي، يعني تم الطعن في الحكم الأولاني من مكتب سيادة النائب العام، وأن هناك طعون ستنظر أمام محكمة النقد. إذا قبل النقد فهناك ممكن أن نصل إلى محكمة أخرى جديدة. هذا لا تعارض بين ما أقول وبين ما يقوم به النائب العام. اللي النائب العام بيقوم به إقراء قانوني طبيعي، لأن هو كان طالب لهم عقوبة كبيرة ولم يحصل على العقوبة من وجهة نظره المناسبة، فهو بيطعن على الحكم. عشان كده ليس من حق الطعن على حكم المؤبد، لأنه ده أقصى عقوبة في هذه الظروف. لكن أنا بتكلم على الأوراق خلت، كما قال حتى رئيس المحكمة، خلت الأوراق من أدلة إدانة حقيقية للاتهامات تدل دلالة قاطعة. حضرتك قريت أسباب الحكم؟ لم أقرأها جميعها، ولكني قرأت ملخصات وسمعت عما فيها. طب أنا بترجاك تقرأ أسباب الحكم بالدقة، لأنه ده هيبقى مهم. هو قال ملخص. أيوة فندم. هو بس ممكن أحمد يكون الملخص. ممكن يكون حتى لو هو اللي اختاره ممكن يكون مخل، لكن إذا رجعت ده صحيح، ده صحيح، ده صحيح. عندي سؤال. لكن مما لا شك فيه يا أستاذ عماد أن هناك شهداء وأن هناك دماء. لا ده في السؤال الأخطر. وهناك قتلة. لا ده في سؤال أخطر. نعم. أخطر. نعم. من القاتل؟ من القاتل؟ طب نيجي لسؤال مهم هسأله لك بشكل. هو القاتل معروف صفة، لكن مش معروف. لابد من تعيينه. أيوة. لكن شخصا بسند من القانون. ضروري. من هذا القانون. هو، وإلا تتحول الدنيا إلى فوضى. طيب. عشان كده القصاص معناه إيه؟ إن الدولة اللي تقوم بالدور مش الأشخاص. ولي الأمر ده حتى الفرق بين القصاص والثأر. طبعا ده في الشرع. في الشرع عندنا. نعم. على فكرة دي رغبة الشعب المصري كله اللي قايم في الميادين كلها بيقول كده دلوقتي، وليست رغبة أفراد. يعني الشعب المصري أنا دايما بخاف أن يستجد الحقيقة. بخاف من عبارة الشعب المصري كله، يعني قطاعات محترمة وكبيرة من الشعب المصري. لا أنا لما أقول كله أقصد إيه؟ لما بنتكلم عن الثورة المصرية اللي شارك فيها بتقديرات مختلفة حوالي 20 مليون في التحرير وفي ميادين أخرى. أيوة. ال 20 مليون دول كانوا من كل بيوت مصر، واحد على الأقل من كل بيت. هؤلاء كان لهم رغبات وسقط منهم شهداء. مظبوط. هؤلاء يتحرك منهم الكثير الآن ليقول أين ما وقع في ثورتنا في ال 20 مليون. ده المفهوم. مظبوط. ده المفهوم. عندي سؤال إنساني بس فكر فيه، لأن إجابته ممكن تاخدك في أي اتجاه. هو سؤال إنساني وليس سياسي. لو كنت اليوم رئيسا للجمهورية وجاءتك المعلومات بأنه الرئيس المصري السابق اللي هو مواطن مصري موجود في المستشفى ويطلب محاميه نقله إلى مستشفى أفضل لأنه يعاني ويصارع الموت، لأنه المستشفى غير مهيئة للتعامل مع هذه الحالة. أنا أحدث الدكتور محمد مرسي المسلم الإنسان صاحب المروءة، كيف تتصرف؟ هو الحقيقة الموضوع ده الشعب المصري عنده مروءة كله الحقيقة يعني. احنا المصريين طبيعتنا كده طبعا. لكن الموضوع ده يحكمه القانون والأطباء أهل الاختصاص. يعني المسجون الذي يعاقب على جريمة له حقوق. نعم. وبالتالي حضرتك كنت سجين. طبعا له وعارف شرف. السجين. أنا كنت سجين رأي. أيوة فندم. طبعا. المسجون المصري بحكم محكمة، أنا لم أكن مسجون بحكم محكمة. أيوة. لم يحدث. لم تحكم علي محكمة قط بفضل الله سبحانه وتعالى. إنما أنا عايز أقول إنه المسجون له حقوق طبقا للقانون وطبقا للائحة السجون، ومنها حالته الصحية ومراعاة حالته الصحية. إذا قررت النيابة الآن، النيابة العامة، النائب العام، وقرر الأطباء من خلال إدارة السجون أن هناك من يستحق رعاية خاصة، هذا واجب. لا تعترض سياسيا. هذا لا أعترض سياسيا، هذا واجب. لا. بغض النظر
عن من المسجون. طيب. المسألة النفسية اللي عند الناس انه هناك يعني احساس بانه الرئيس السابق يعني ارتكب جرما كبيرا في حق الوطن، هو الان بينال جزاءه عليه على جريمته، لكن الحالة الصحية واعمال القانون واعمال لوائح السجون ورأي المتخصصين والنيابة العامة النائب العام والاطباء هو الفيصل في ذلك. ان حضرتك في تصريح منسوب ليك، ارجو تقوله لي اذا كان صح ولا غلط، انه اذا اصبحت رئيسا ساعمل على الا يخرج حسني مبارك من السجن ابدا. انا لم اقل هذا. طيب ما انا عشان كده بسال حضرتك. لا انا ما قلتش طب كده. كويس ان حضرتك. انا عايز رئيس الجمهوريه ان شاء الله لو انا يبقى خاضع للقانون زي غيره، ما بيتصرفش من دماغه. كويس. لكن ما فيش حاجه اسمها لا يخرج من السجن، هناك نيابه، هناك قضاء، هناك احكام. يعني قولا واحدا حضرتك لم اقل هذا، لانه بيتداول على لم أقل المواقع. لا لم اقل هذا ولم يسمعني احد قلت ذلك. طيب اذا كان قيل على لساني فهو خطأ لم يحدث. تسمح لي حضرتك تشرب شويه من اليانسون ونشرب شويه من القهوه ونذهب لاستراحه اعلانيه؟ اتفضل. بعد الاستراحه يستمر الحوار على الهواء مباشره. مرة أخرى يستمر الحوار مع المرشح المحترم المرشح الرئاسي الدكتور محمد مرسي الحائز على أعلى نسبة أصوات والتي أهلته لانتخابات الإعادة مع الفريق أحمد شفيق. قبل الاستراحة كنا نتحدث عن أهم المستجدات التي صارت طوال اليوم. الآن لو تأذن لي سيادتك أن احنا نبدأ دكتور نتكلم في القضايا الرئيسية اللي هي تؤرق المصريين. الناس خايفة، الناس قلقة. أكيد حضرتك لما بتنزل طول النهار في الشارع شايفين إنه في حالة من الشد والجذب، عدم وضوح رؤية، حالة من الجمود، حالة صراع إرادات بين قوى متعددة في المجتمع، عنف لفظي، حالة من التلاسن، سخونة في الشارع، تواريخ كلها داخلة مع بعضها. يعني الشهر ده احنا عندنا معركة الإعادة، بدء الانتخابات للمصريين في الخارج، الحكم بتاع الرئيس السابق، يوم 9 عندنا الثانوية العامة، دخول الأولمبياد، مشاكل في يوم 14 في حكم ينتظر مهم جدا من المحكمة الدستورية. الأجندة متداخلة مع بعضها في حالة من السخونة الشديدة جدا. الناس خايفة، ماذا تقول للناس؟ الناس لها حق. الخوف أمر طبيعي في المرحلة ديت والقلق، بس الناس عايزة القلق ده يتحول إلى فعل، إلى استقرار. وده اللي أنا بقوله، إنه وأنا بمشي في وسط الناس وأنا بسمع لهم وأنا بأتابع معاهم بيقولوا لي احنا مش جعانين ولا عايزين ميه وعيش بس، لا، احنا عايزين استقرار وامن، احنا عايزين شرع ربنا اللي فيه الحق. الحالة اللي موجودة ماشية في سياقها الطبيعي عشان دي ثورة كبيرة، الحمد لله ثورة سلمية لغاية دلوقتي كويسة، مفيش فيها عنف. فالناس عايزة تنتقل، نمر من عنق الزجاجة. مصر 90 مليون، مصر مش قليلة، المصريين اللي جوه واللي بره لهم رغبات ولهم أهداف، ولادهم يعني لهم حقوق. والحالة اللي موجودة القديمة حالة سيئة جدا، فالناس عايزة تنتقل. طيب حضرتك علشان كده احنا النقلة دي عايزين نعملها بسرعة، عايزين ما نسمحش ابدا. يعني حضرتك مع للدولة القديمة ديت انها ترجع تاني. يعني حضرتك مع انتخابات الرئاسة في موعد؟ ده الامر الطبيعي. طيب. انتخابات الرئاسة الاعادة تتم في موعدها. كويس. الناس عايزة كده، والناس ايضا متوقعة ان الانتخابات تبقى حرة ونزيهة. طبعا دي مسؤولية المجلس العسكري. والناس يعني حمدت كثيرا للمجلس العسكري، وانا من الناس وحضرتك تصرفات كتير
عايزينه يكمل يحرس الثورة، يحرس الانتخابات، ما يبقاش في أي نوع من الشبهات حوالين الانتخابات. طب ليه تنتقل السلطة بجد؟ وإلا ليه حضرتك بتقول ده؟ وإلا الناس هتغضب. طب حضرتك بتقول ده ليه؟ يعني حضرتك خايف من تزوير، خايف من شبهات، خايف من انه حاجة ما تحصلش طبيعي. مش في تاريخ موجود، هو تاريخ الاستفتاء، ثم الانتخابات البرلمانية، ثم انتخابات الشورى، ثم انتخابات المرحلة الأولى من الرئاسة. يعني حضرتك هل شفت انه المجلس بدر منه ما يؤكد انه يسعى الى تغيير انتخابات الرئاسة او التلاعب في الصناديق لصالح المرشح؟ لا، ليس الكلام معناه ذلك. ان انا بقول الناس في حالة قلق، لان انتخابات الرئاسة مهمة، ولان المجلس العسكري وعد بنقل السلطة قبل 30/6. طب عندك قلق انه ما يسلمش السلطة كاملة في موعدها؟ لا. نعم ام لا؟ الكلام مش كده. لا قول لي. طب انا ليس لدي قلق، انا اعبر عما اسمعه من الناس. الناس ما عندهاش قلق من تسليم السلطة في موعد، بقدر ما عندها تخوف من انه يحصل شيء في العملية الانتخابية، لان هناك بعض الارهاصات الموجودة اللي الناس بترصدها. الشعب المصري ذكي جدا، الشعب المصري شعب واعي، اللي قام بالثورة ديت شعب واعي كبير، وبالتالي محدش يقدر يضحك عليه ولا يزيف ارادته. فالنداءات التحذيرية اللي بتصدر من الناس في حركتهم، في التعبير عن رأيهم، في رصدهم لبعض الامور بصفة انا عايش في وسطهم وشايفهم، بيقولوا احنا عايزين نؤكد واحنا هنحرس الانتخابات، وعايزين المجلس العسكري يكمل معانا ويحرس معانا ويسلم السلطة فعلا الى في الميعاد بانتخابات حرة ونزيهة كما وعد وهو يستطيع. طب حضرتك شخصيا دكتور محمد مرسي مطمئن ان هذه الامور ستتم كاملة في بعيدا عن الاطمئنان من عدمه؟ انا اريدها ان تكون انتخابات حرة ونزيهة. الحالة اللي موجودة والرصد اللي موجود على الساحة وبعض الامور اللي تمت في المرحلة الاولى بتقول ان احنا يجب ان نكون اكثر حرصا، اكثر دقة. هذا كلام الشعب المصري اللي قدامنا دلوقتي بيسمع وبيقول زي ما انا بقول، وبقول لي في وداني خلي بالك. لازم انا عندي مكلماني في مؤتمر المرأة اللي عقدته اول امبارح واحدة صحفية كبيرة مش صغيرة، بتقول لي لازم تاخد اسطوانات الكشوف بتاعة الناخبين قبل الانتخابات. يا دكتور لازم تاخد الاسطوانة دي، بتقول لي كده. وبتقول لي لان الكشوف انا خايفة ان يحصل فيها لعب في الكشوف، لان الكلام اتقال وفي حد قدم في النيابة كلام عن المرحلة الاولانية. فبالتالي مثل هذه الامور بتعبر عن ايه؟ نوع من القلق اللي حضرتك قلت عليه او الخوف. احنا عايزين فعلا ننتقل، والانتقال معناه ان ارادة الناس تتحقق. وبالتالي الناس اللي قاموا بالثورة واللي عندهم رغبات وعايزين مشاكلهم تتحل وصبروا المرحلة ديت، عايزين ينتقلوا يعبروا عن ارادتهم في صناديق، تعبر هذه الصناديق عن ارادتهم في اتجاه حل مشاكلهم في مصر جديدة مش في مصر القديمة. عشان كده الحالة المجتمعية فيها ايجابيات. طيب نعم. تسمح لي انقل لحضرتك ايضا ناس برضو انا بسمعهم، يمكن مش بنفس عدد الناس اللي حضرتك بتسمعهم، لان حضرتك بتنزل في اجتماعات جماهيرية اكثر مننا جميعا، وده طبيعة المرحلة اللي حضرتك عايشها اليومين دول. انه احنا دلوقتي يعني بنحلم مش بقدر مين اللي يكسب، بقدر انه اللي يخسر يسلم بالنتيجة. لا، الناس بتحلم بالتغيير. لا، لكن في جزء من الناس بيقول لك يعني انتوا دلوقتي الاثنين المرشحين بتكلمونا على انه كل واحد يسعى للفوز، وهذا حقه الطبيعي، ده شيء طبيعي. لكن احنا خايفين ان اذا احدكما لم يفز انه لا يسلم بالنتيجة. السؤال ده سؤال مشروع ولكنه مش واقعي، اسمح لي، لانه المصريين قاموا بالثورة عشان يغيروا. المصريين قاموا بالثورة عشان النظام يتغير ويجي غيره. المصريين عارفين اللي حصل لهم قبل كده. طب اذا كان المصريين دول راحوا الصندوق
وحطوا فيه ورق ايوه بيقول فيه عكس الكلام ده، تعمل ايه؟ لا مش عكسه، ده احنا دلوقتي في مرحله الاعاده. ايوه بتتكلم على اللي فاتت ولا اللي جايه؟ لا انا بتكلم دلوقتي في الاعاده، يعني جاي عشان يبقى الكلام واضح. هو في عشان أسئلة بتبقى اسمها أسئلة أرائيتية مع احترامي للسؤال. الحالة اللي موجودة المجتمعية المصرية عايزة تغيير، عشان كده سؤال القلق كان إيه؟ أنا عايزين تغيير بصفة عامة، عايزين دولة جديدة، عايزين حقوق شهداء، بس توعدني. فكيف يكون غير ذلك؟ طب حضرتك هقول لك سؤال بس توعدني ما تزعلش منه. نعم. وهقوله بأكبر قدر من يعني الاحترام اللائق بحضرتك. ما الذي يجعلك أنت وحدك دون؟ وعلى فكرة لو كان قدام المرشح المنافس وقال لي الكلام ده أقسم لك بالله كنت هقول له نفس السؤال، لحسن تفتكر إنه سؤال متعمد لشخص بعينه. يعني لو كان قال لي نفس، وهسأله إذا أتيح لي، ما الذي يجعلك أنت أو غيرك تشعر أنك وحدك دونك سواك عندك التوكيل بتاع التغيير؟ يعني أنا التغيير وغيري مش تغيير. لأن أنا ابن الثورة وغيري كان ضدها. ده الناس هي اللي عارفة كده كلها، أنا ما بقولش حاجة من عندي دلوقتي. كويس. لأن أنا ابن الثورة وغيري اللي كان ضدها، لأن في المرحلة الأولى كان في أبناء ثورة كثر، فكان الأمر معروض على الكل. دلوقتي احنا يا أستاذ عماد هناك فارق بين الثورة والثوار والحالة الشعبية والقانون والحالة القانونية. نعم. وبالتالي إذا تحدثنا عن الحالة القانونية بنحترم القانون، لكن إذا تحدثنا عن الحالة الثورية الشعبية اللي هي ماشية عشان تعمل نظام وتعمل مصر الجديدة وتعمل دستور جديد، والدستور يتمخض عنه قوانين وحقوق تحترم من الكل، هي دي اللي الناس عايزاها. طب السؤال يعني أنا لما يقال عني إن أنا كنت معتقل يوم 28، نعم ده شرف. أنا معتقل من الثورة، لا محدش، وبالتالي لا أنا بقول لحضرتك ده شرف، وبالتالي ده عشان الثورة. فإذا لما يقال إن أنا كنت في ميدان التحرير، وأنا كنت في الإخوان ساعتها، كنت أحد المسؤولين الأساسيين عن ميدان التحرير بالنسبة لحركة الإخوان في الميدان، عن المساعدات اللي موجودة. فالناس أنا عارف هم عايزين إيه، المجتمع المصري عايز ينتقل. وبالتالي لما يتقال إن ابن الثورة هو اللي الثورة هتحاسبه والشعب هيحاسبه وهنجرب معاه الانتقال من الحالة إلى الحالة، ده أمر طبيعي في السياق، ده أمر طبيعي جدا. هو ده الأمر الطبيعي، غير كده هو اللي يبقى مش طبيعي. طب ده انا بس بقر الحاله مع الاحترام والتقدير لسؤال حضرتك. طبعا هنخوض في موضوع الثوره وجماعه الاخوان في مرحله لاحقه اذا اذنت لي حضرتك، لكن انا دلوقتي بتكلم في قضيه انه تكون انت مسؤولا عن فكره التغيير وحكم اخر. البعض بيقول ومتخوف، وبرضه واجبي ان انا اطرح السؤال على حضرتك حتى تجلي مساحه الاجابه وتتفضل به. هذا حق الناس كلها ان تسال كيفما تشاء، طالما حضرتك بتنخر راي الناس. كويس. طالما مهما كان عددهم قليل، لكن ده راي محترم في المجتمع. انه هناك، حضرتك اتكلمت عن القانون اللي هو ممكن يكون متمثل في شكل الصندوق الانتخابي او احترام القانون العام، وفي الاتجاه الثوري اللي هو متمثل في الميادين. البعض يخشى انه اذا فزت فتتحدث دائما عن الصندوق، انا جابني الصندوق. حتى حضرتك لحد دلوقتي بتقول انا اللي فزت باكبر عدد من الاصوات، لكن اذا خسرت لا قدر الله من منظور انصار حضرتك ستاتي ستقول لا هذا مخالف للثوره، فتتمسك بالثوره. فانت في حقيقه الامر تلعب هذه اللعبة السياسية وقدامك احتمالين وليس لديك مرجعية واحدة، هل الصندوق أم الميدان؟ ايه المرجعية عندك؟ اسمح لي يعني أن أعود إلى الميدان وأعود إلى الناس، لأن الناس قاموا بالثورة كويس ومشوا مسيرة طويلة بأمل. والإدارة المرحلية إدارة مؤقتة، والإعلان الدستوري إعلان مؤقت، والأمل والنقلة في إن احنا نختار برلمان، نختار رئيس، نعمل دستور، ننتقل. كويس. وبالتالي في المرحلة الانتقالية يظل الفعل والدفع الثوري بالناس كلها مهم جدا. فالصندوق هو نتاج الثوار اللي بيروحوا يحطوا رغبتهم فيه. فالثوار متفقين
حتى واذا كانوا مش ما مضوش عقد اتفاق، انه احنا عندنا دستور مؤقت، عايزين نعمل انتخابات، الانتخابات تجيب برلمان، البرلمان ده يعمل لجنه جمعيه تاسيسيه، يجيب دستور، نعمل انتخابات رئيس. كل دي ترجمه لرغبات المرحله الانتقاليه. حضرتك الثوره هدفها هو اللي كان بيقودها، مش اي فصيل ولا اي واحد بعينه. وبالتالي الثوار بتركيبتهم المجتمعيه هم اللي موجودين حتى الان، بعضهم في البيادين وبعضهم بيراقب الساحه. اذا لزم الامر، اذا لم يترجم الصندوق بجد من وجهه نظرهم رغبتهم الحقيقيه بمراقبه بجد، لن يحترموا منتج الصندوق، لانه ساعتها هيبقى مزور، وده مفهوم التزوير. عشان كده انا بقول ان مهمه القائم على الامر المجلس الاعلى للقوات المسلحه دلوقتي انه يحرص على ان اراده الناس بجد هي التي تترجم في نتيجه، ولا يحدث اي نوع من الحيود بين نتيجه الصندوق وبين اراده الناس. لو حدث حيود الناس لن ترضى. سؤال، وهذا بقى ايه؟ هو المعيار. اذا احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين استقرار ولا لا يا استاذ عماد؟ طبعا. احنا عايزين انتقال بحاله قانونيه ولا حاله رغبه اشخاص؟ احنا عايزين مشاكل تتحل ولا لا؟ اذا احنا لازم نحترم الوضع القانوني، نحترم الدستور المؤقت، تبقى الجماهير وضغطها وثورتها ضامن لهذا الانتقال طبقا لارادتها. مفيش تعارض بين التتابع ده الطبيعي. طب السؤال سيدي، ده اللي الناس عايزاه. طب السؤال بس يعني انا اقول رغبه عندي وعند الناس. كويس. نعم. السؤال بس عشان الناس ترتاح، لانه في نوع من الغمامه الكبيره حول هذه المقوله، يا ريت حضرتك تجليها، والا اذا فضلت هتبقى خطر كبير. نعم. انه وكانك بتقول لي الصندوق نتاج الثوار، ودي مقولة صحيحة. نعم 100%. ده صحيح. كويس. لكن الذي يقف أمام الصندوق يوم الانتخابات مش ثوار وحده، مش دي معلومة صحيحة؟ ده الشعب المصري كله. الشعب المصري كله. لا بس أنا عايز أقول لحضرتك بس كمل معايا. نسبة، معلش اسمح لي، ما أنا مش بقطعك. كويس. لكن أنا بس عايز أقول إنه الشعب المصري احنا قلنا 20 مليون اشتركوا في الثورة. ايوه فهمت. يعني من كل بيت واحد على الأقل. ايوه فهمت. يعني اللي ما اشتركش في الثورة من البيوت كان جزء من الثورة لأن ابنه راح أو استشهد أو غيره. وبالتالي هذا الشعب بهذا الوعي هو اللي أمام الصندوق بنسبة كبيرة جدا. هذا كلام. أنا معاك يا فندم. أنا لا أناقش، بس عشان هتفهم هدفي. الذي يعنيني وأقسم بذات الله هو إنه إذا كانت الانتخابات ستجري بنزاهة كاملة، علينا أن نحترم نتيجة الصندوق. دي حقيقة مجردة، مش عايزة كلام. حتى لو خسرت؟ دي حقيقة مجردة. لا أنا مش عايزك تفترض هذا الافتراض. ليه بس؟ ده اللي أنا بعترض عليه. ليه؟ لأن أنا عارف الحالة الثورية والناس عايزة إيه. أنت عارف حضرتك السؤال اللي بتقوله ده معناه إيه؟ معناه إن الثورة ما قامتش. مش بالضرورة. ليه؟ مش بالضرورة. لماذا؟ مش بالضرورة. أقول لك ليه. حضرتك معلش، يعني اعمل رفع واقع للناس واسألهم كده ماذا تريدون، وشوف هل النظام السابق يستطيع أن يفعل أو يؤدي بعد تجربة أكثر من 30 سنة، يستطيع أن يلبي رغبات الناس؟ حضرتك ده مستحيل. حضرتك بتسيس عملية تصويت. التصويت هو أن يضع الناس إرادتهم في صندوق انتخابي في ظل نزاهة وحرية كاملة وفق القواعد المتعارف عليها عالميا. يا أستاذ عماد، في قواعد التصويت. يا أستاذ عماد أنا عايز أريحك. طب بريح. سؤالك مقبول كسؤال مجرد، بس هو مش في المقرر. كويس. اسمح لي بس يعني انا دلوقتي مع احترامي للسؤال، انا خايف يبقى في المقرر. ليه؟ خايف من المقرر ليه؟ عشان ما نسقطش كلنا فندم. انا نفسي انه كائنا من كان اذا فاز يا سيدي، اذا فاز مثل الدول الديمقراطيه يرفع سماعه التليفون، اللي خسر يرفع عليه السماعه. يا استاذ عماد لحظه بس هكمل. انت بتتكلم عن انت لسه قايل المحكمه الدستوريه. ايوه. سوف تقرر يوم 14. كويس. دستوريه قانون العزل من عدمه. ايوه فندم. اذا عما نتحدث. اذا نحن نتحدث عن اذا كان ما زال حتى هذه اللحظه كويس. هناك شك
في ان يكون هناك بتنزل حملات ليه النهارده؟ كنت في لا ده مش علي انا، كلنا بننزل. لا مش علي انا، ده الكلام في قانون العزل اللي لا يمسني انا. لكن هناك انتخابات، لو افترضنا ان هناك حينئذ نجاوب كويس. بس لما يبقى لما عشان نعدي المرحله بس. لا انا مش عايز حضرتك تجاوب. نعم. انا عايز بس اسمع منك او اوصل اليك نتيجه مخاوف الناس، انه بعض الناس صدق او لا تصدق، القصه عندهم مش مين اللي هيكسب. بعض الناس يهمهم ان ياتي رئيس يكسب، والاخر لا ينازعه في مكسبه ذلك بشكل يعطل الحياه السياسيه، منطق فيها لخفيها. احنا مش عايزين بلد تولع. لا هذا ليس انا. ما انا بقول لحضرتك لا. احنا مش عايزين البلد تولع. لا طبعا ده خوف الانسان. انا انقل اليك نبض الشارع كويس وثورته. هل ثوره الشارع اللي موجوده بعد يوم السبت، الكلام اللي انت سامعه وضروره الاصطفاف لاننا نريد تغييرا حقيقيا؟ مش في اصطفاف يا فندم هيحصل. ايوه ما انا بقول مش انت قراءتك للمشهد ده. انا بقول لحضرتك هيحصل هل نبض الشارع ده في عدم احترام للقضاء؟ في احترام للقضاء لكن في غضب على الحكم، مش كده؟ وده أيوة. غضب مشروع. ايوه فندم. نحترم القضاء لكن في غضب من الحكم، في اصطفاف يقول اما ان نكون او لا نكون، في اصطفاف بيقول اما الثوره واما غير ذلك والنظام اللي فات. كل ده اذا كان الشعب هو مصدر السلطه وارادته هي التي تضع القوه وتعطيها للدستور نفسه مش لمجرد للقانون، الا يكون ذلك مؤشر واضح على اننا يجب ان نمر من عنق الزجاجه انا وانت دلوقتي علشان الناس. فيبقى قراءتك للمشهد انه النتيجه المنطقيه انه غالبيه المصريين، امشي معايا بس ارجوك في النقطه دي، ان غالبيه المصريين مع اتجاهك الثوري، مع افكارك، مع اصطفافك مع الثوره. دي مش افكاري، دي ارادتهم او ارادتهم. ففي الاخر هم اللي اختاروا في المرحله الاولانيه برضه. كويس. ففي الاخر سيذهبون الى صناديق الانتخاب ويعطونك الاصوات هذه ثقتي فيهم جميعا. ثقتك فيه. نعم. فتكسب. نعم. فتكسب. هذا يعني ده الامر الطبيعي. كويس. ده الامر كل الطبيعي. ما نطلبه من مرشحك المنافس كائنا من كان ان يعترف بالصندوق الانتخابي ونتيجته، ويقول للرئيس تعظيم سلام. استاذ عماد درست تاريخ الثورات؟ اكيد طبعا. درست. ده سؤال. درست بعضها. وتعرف هذا التاريخ كيف يمضي وكيف يمر؟ في بعض الدول على فكره، في بعض انت حضرتك دلوقتي بتقول بعبر عن مجموعه من الناس. ايوه فاهم. هل يوجد في مصر على فكره مجموعه من الناس العقلاء جدا؟ لا بحترمهم. في ناس لا بحترمهم. لا عايزين. انا قلت لك في الاول ان القلق مشروع. ايوه فاهم. وان الخوف ده وارد. وان يجب ان احنا نستجلي ونوضح الامور عشان القلق ده يزول. وانه اذا وعايزين استقرار. طيب. وعايزين امن. بس الاستقرار لن يكون مع النظام السابق. لن يكون. يعني نعمل دراسه التاريخ بتقول كده. يعني نولع. يعني نغير. نولع. لا امال نعمل ايه؟ ما نولعش. امال نعمل ايه؟ من قال كده؟ امال نعمل ايه؟ بالعكس احنا دلوقتي امامنا حاله واضحه. طيب. عشان كده الناس بتتكلم على ايه؟ الاصطفاف، عدم الرضا عن الاحكام، الاصطفاف والقلق زي ما حضرتك قلت، في قلق وخوف من ان يحدث شيء، وبالتالي حاله القلق دي مطلوبه لكي يكون الفعل ايجابي. انا عايز اقول لحضرتك مصر في احتياج ليك وليا نفكر بطريقه احنا الاثنين تحقق المصلحه بتاعتنا كلنا لمصر المستقبل بالاهداف اللي الثوره كانت عايزاها. لو احنا حطينا الحاله دي قدام عينينا انا ما اظنش ان احنا هنسال السؤال ده. طب انا عندي هنبقى شايفين الناس ماشيه ناحيه فين بجد. اصل يا استاذ عماد ما حدش يقدر يخدع الناس طول الوقت. ما حدش يقدر يصادر إرادة الناس طول الوقت. مضى زمن الخداع ومضى زمن يعني مصادرة إرادة الناس. ما عادش ينفع. ما عشان كده يا فندم سؤالي لحضرتك بمنتهى البساطة. ما أنا هيبقى لنا لقاء إن شاء الله بعد كده عشان نجاوب على كل الأسئلة اللي هي دلوقتي تعتبر أرائيتية أو افتراضية، وبعد ذلك يبقى ساعتها الحالة موجودة وساعتها أنا موجود. إحنا مصريين كلنا يا أستاذ. يبقى أجي للسؤال. أنا حريص على المصلحة. لن تخاصم أحدا، بس ده السؤال. يعني أنا لا يمكن أبدا أن أصالح متهم بسفك دماء المصريين. أنا بتكلم لا يمكن. بتكلم على خصام. لا أنا بتكلم على مخاصمة الذين قاموا
بالتصويت لمرشح معين. لا يمكن. يعني في 5.5 مليون لا يمكن في القائمة إذا السوداء. كانت هذه إرادتهم الحقيقية وهذه رغبتهم أنا أحترمهم بنفس القدر الذي أحترم من قال لي نعم. هذا واجب شرعي، واجب قانوني، واجب مجتمعي مصري. أنا بقدر وأحترم كل هذا. أنا بتكلم على الحالة اللي احنا فيها ثم مرحلة لاحقة. عشان كده بقول نبقى ساعتها نجاوب إيه اللي حصل، عشان ما نتصورش حالة تخيلية ونجاوب عليها دلوقتي. خلاص، يبقى قاعدك ان انا مش هحط لك سؤال افتراضي، لكن احاول افهم من حضرتك. اصل انا مش بس بجاوب من منطلق عقلي فقط، وان كان ده مطلوب. انا بكلمك من خبرة وسماع بجد وتواصل بجد مع الناس ورغبة حقيقية موجودة في الشارع وتخوف وقلق حقيقي من النقطة اللي حضرتك بتثيرها. انا بكلمك بجد يعني. فعشان كده انا حريص ان انا اوضح لك الصورة كويس، واتواصل مع الساده المشاهدين عشان يعرفوا الى اي مدى شعورهم وحركتهم وحبهم وادراكهم لبلدهم، وانا جزء معاهم في كده، وتحقيق اهداف ثورتهم احنا واخدين بالنا منه كويس. طيب تسمح لي في بعد الاستراحه الاعلانيه نناقش علاقه الاخوان بالثوره وطبيعه العلاقه الان، وكيف يمكن أن تنظروا إلى مستقبل جيل الثورة في المرحلة المقبلة إن شاء الله. بعد الاستراحة الإعلانية يستمر الحوار. المرشح المحترم الدكتور محمد مرسي أحد الذين يدخلون سباق الرئاسة. يعني ساعة الوقت تدق واقتربنا من معركة الرئاسة، إلا إذا يوم 14 حدث يعني في الأمور أمور بحكم من المحكمة الدستورية. أعود إلى السؤال لحضرتك. خطاب حضرتك أصبح أكثر حديثا عن الثورة في المرحلة الأخيرة. هل كان هذا هو خطاب الثورة دائما؟ لأن في مرحلة يعني للمتابع أو القارئ للأمور يجد أنه في مرحلة كانت هناك علاقة جيدة جدا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم تكن هناك أي تصريحات سلبية تجاه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان في إحجام عن المشاركة في الكثير من المليونيات، إلى الحد أن بعض الثوار اتهموا جماعة الإخوان بأنها تخلت أو باعت الثورة أو الميادين لصالح المجلس الأعلى. ثم جاءت مرحلة أخرى وانضمت فيها جماعة الإخوان إلى الجماهير حينما بدأت مشاكلها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والآن أصبح محاولة استمالة، وما تزعلش مني، التحرير والميادين هو أمر مهم جدا لأنه يدخل ضمن اللعبة الانتخابية. هل هذه قراءة شريرة للموضوع أم فيها نوع من الخلط؟ لا، هي ليست شريرة، ولكن تحتاج إلى بعض التفاصيل. الأصل في الموضوع هو المشاركة. تواجد في الميدان أثناء الثورة وبعد الثورة، ده ما حدش ينكر. وبعدين على محطات 18-11 مليونية ضد ما سمي بوثيقة علي السلمي بسبب المادة 9 و10 عشان وضع القوات المسلحة. 18-11 قبل كده 13-5 و20-5 مليونيات كبيرة جدا معروفة شاركنا فيها ازاي. طب انا هطلب من زملائي 9-7 يقدروا يحطوا لنا عدد المليونيات ونشوف الجماعة اشتركت في قد ايه فيهم. اشتركت. انا بقول دلوقتي يعني مواعيد كثيرة جدا، بس خلي بال حضرتك ان كلمة مليونية ديت بقت بتستخدم مع اي عدد ممكن. بدعوة، مجرد دعوة. انما انا بتكلم لا، وممكن كان يبقى وقتها في قرار حكيم بعد ما المشكلة. يعني انا عايز اقول ايه، انه هناك محطات حصلت واظن اخرها 13-4 و20-4 مليونيتين كبار كانوا موجودين برضو. لسه 4 اللي فات ده اللي احنا النهارده يعني في اوائل شهر 6. لا، ما احنا كنا دخلنا بقى في الرئاسه. لا، حتى قبل قال 18-11. ايوه، قبل انتخابات مجلس الشعب. عشان الماده 9 و10 فيما عرف بوثيقه علي السلمي. المشاركه في الثوره من قبلنا كانت دائما يعني محوريه واساسيه لضمان تصريحاتي كلها طول الوقت بصفتي ساعتها كنت في الاخوان المسلمين قبل الحزب ومتحدث اعلامي ومتحدث باسم الجماعه، ثم بعد ذلك بصفه رئيس الحزب.
ان الثورة، استمرار الثورة هو الضمان الحقيقي، بل يكاد يكون الضمان الوحيد لكي تتحقق الأهداف. تواريخ ومحطات معروفة كلها، وإحنا إذا كان هناك أحيانا قرارات خاطئة فده وارد إن إحنا يبقى في قرار خطأ بعدم مشاركة، أو قرار خطأ بأن نكون مشاركين في مليونية وليس باقي القوى مشاركة في مرحلة ما لقيتوش إنه الرهان على المجلس العسكري في مرحلة ما ذلك أفضل؟ عمرنا ما راهنا على المجلس العسكري. ما حصلش؟ ما حصلش مراهنة بالمفهوم اللي حضرتك بتقوله، إذا كنت أنا فاهم سؤالك صح. إنما إحنا تعاملنا مع المجلس العسكري بصفته مسؤول عن البلاد، عن السلطة التنفيذية كغيرنا من الأحزاب. أنا كنت بروح أحضر لقاءات مع باقي رؤساء الأحزاب، وكان لي رأي دائما في الأحداث، وكنا نتفق ونختلف أحيانا، اتفقنا أحيانا واختلفنا أحيانا. فنحن لم نراهن على المجلس العسكري. احترام المجلس العسكري ليس معناه مراهنة عليه، والاختلاف معه ليس معناه عدم احترام. المراهنة طول الوقت كانت على المشاركة الثورية الحقيقية. أنا عشان كده أنا نفسي بس يجي الجرافيك إلى أن يحدث، عشان نشوف عدد المرات إلى أن يحدث هذا يا أستاذ عماد. طيب الوضع الآن إلى أن يأتي أن المصريين الثائرون ما زالوا عند ظن وطنهم ونفسهم بنفسهم في استمرار الثورة. المصريين دلوقتي بمروا بمرحلة مهمة شبه نهائية من عنق الزجاجة بانتخاب رئيس جمهورية. المصريين عندهم رغبة يشوفوا بلدهم أحسن، يشوفوا نفسهم وأولادهم في مكان جديد، وبالتالي الزخم اللي تم عبر السنة كلها أو أكتر بمليونيات ووقفات واستمرار ميادين وعمل احنا كنا موجودين فيه بصفة عامة. أحيانا لم نكن موجودين، وأحيانا كنا موجودين من غير مشاركة الآخرين، بس على الأقل تلتين وما حضرتهوش. لا هذا غير صحيح. طب أنا هجيب لحضرتك لا يتجاوز. لا أنا برضو عايز أرجع أقول يا أستاذ عماد عشان بس الوقت، إنه مش كل واحد يعلن إن في مليونية يبقى دي مليونية ما شاركناش فيه. طيب. لأن أحيانا يتم الإعلان عن مليونية ويكون الهدف منها من وجهة نظرنا لا يستحق هذه المليونية، وبالتالي يبقى العدد اللي موجود يعني عدد قليل. احنا بنحترم رأي الناس كويس، لكن أيضا يجب إن احنا كلنا نحترم رأي بعض، بحيث إنك أنت بحاول تاخد قرار ما دام ما ضرنيش وانا ما شاركتش في القرار بتاعك او ما وافقتش عليه، انا عندي قرار تاني. لكن في النهايه انا عايز اقول لحضرتك الخلاصه ايه؟ الحقيقه يعني ان الناس عند الملمات الحقيقيه بتتجمع، عند الاحداث المحوريه بتتجمع، عند ما يهم الوطن والثوره واهدافها بجد بتتجمع، وده المشهد اللي احنا فيه دلوقتي. حضرتك دلوقتي في قضيه عايز اعرف هتتعامل معاها ازاي او بتتعامل معاها ازاي؟ لأن هي تحدي ما بين الثورة وما بين رجل الدولة، وهي فكرة المجلس الرئاسي المهم. في ده من مطالب الميدان مجلس رئاسي، لكن هل هناك نوع من الإمكانية الواقعية لتنفيذ مثل هذا الأمر؟ يعني حتى تكون رئيسا لمصر هل تستطيع أن تحكم ومعك 4-5 أشخاص مطلوب توقيعهم قبل توقيعك؟ لا أنا عايز يعني أصيغ السؤال بطريقة أخرى إذا سمحت لي. اتفضل. إحنا دلوقتي عندنا مشهد ثوري وده مهم إنه يبقى موجود. الثوار والشعب المصري بيصطف لضمان استمرار الثورة. دلوقتي إحنا بنكمل في يوم 14 قانون العزل، إذا تقرر إعادة الانتخابات يبقى الاصطفاف بيؤدي انتخابات من جديد، وده مطلب ثوري يبقى بنكمل أو قانوني. إذا لم يحدث يبقى عندنا انتخابات مصطفين عشان الانتخابات تؤدي إلى نتيجة ثورية إيجابية. بعد كده بنتكلم ندير وطننا إزاي. رئيس الجمهورية منتخب، المسؤولية أمام الشعب كله اللي اختاره، بغض النظر مين قال أو مين قال لا، لكن اختاره في مشهد ديمقراطي. إذا المسؤولية على رئيس الجمهورية، لكن أنا عايز يبقى في مؤسسة للرئاسة يشارك فيها نتاج الثورة دي، شباب، نساء، أقباط، مرشحين ثوريين زي الدكتور عبد المنعم أو الأستاذ حمدين أو غيرهم من المرشحين الثوريين في حمل المسؤولية. لكن المسؤولية لا تتجزأ مسؤولية رئيس الجمهورية، لكن المشاركة ضرورية واجبة، وبالتالي حالة الاصطفاف فيها توافق
تؤدي إلى نتيجة رئيس جمهورية رغبتي وأريد وأتعهد وسوف يكون في مؤسسة رئاسة. مين المسؤول؟ مين اللي الناس اختاروه؟ الرئيس. يعني هذا هو مفهوم مؤسسة الرئاسة. حضرتك بتقولها بشكل شديد التهذيب واللياقة وأنا محترمه والوضوح طبعا. نعم. أنا لا أنكر ذلك. نعم. لكن أفهم من حضرتك إنه يا جماعة أنا رئيس مسؤول طبعا حسب صلاحياتي الرئاسية. طبعا هعمل مؤسسة رئاسة، مؤسسة ده صحيح أشرك فيها كافة الأطياف. ده صحيح. لكن مبدأ إن أنا حد ينتزع صلاحياتي ويقول لي أنت ما تمديش ورق إلا لما يكون إحنا موقعين قبلها، لا غير مقبول. هذا كلام غير مقبول وغير واقعي. لا غير مقبول وغير واقعي. الرئيس مسؤول أمام الناس وأمام مسؤولية دستورية وقانونية، مسؤول عن وطن كبير فعليه مسؤولية كبيرة، وبالتالي هذا تملص من المسؤولية لو عمل كده. إنما هو يعني يختار له نواب، يختار له مساعدين، يختار له مستشارين، يختار ناس يعاونوه في كافة الاتجاهات والتخصصات عشان المشاكل، عشان التمثيل النسبي لبعض القضايا أو بعض المجالات أو بعض الفئات، ده كله وارد. إنما يبقى الرئيس هو الرئيس المنتخب المسؤول. أنا اطمئن إزاي كمواطن مثلا مصري قبطي إنه الرئيس تيار إسلامي، الحكومة ممكن تكون من التيار الإسلامي، يعني إذا كان بتاع الرئيس يطبق الدستور نعم وينفذ إرادة الناس. كويس. والبرلمان الأكثرية جماعة إخوان والأغلبية البرلمان الناس اللي اختاروه. كويس. أنا بتكلم على الصورة النهائية اللي بتوصل في ذهن الناس إن أنا عندي سلطة واحد وسلطة اثنين وثلاث. الصورة الكلية دي حضرتك أيوة مش تخوف؟ إذا كانت لا مش تخوف بعض الناس؟ الأول إذا كانت طبقا للديمقراطية من غير تزوير يبقى دي الصورة الكلية اللي موجودة بمفهوم الديمقراطية اللي احنا كلنا عايزينها. لكن اللي انا هعمله ايه؟ انا قلت لو انا رئيس يبقى يكفي حزب الحرية والعدالة واحد، يبقى مؤسسة الرئاسة ما فيش حد من حزب الحرية والعدالة. لو انا رئيس والدستور اللي هيوضع للبلاد او في المرحلة الانتقالية بيديني الحق في المهام والمسؤولية ان انا اللي اكلف بالحكومة، سوف تكون الحكومة حكومة فيها تنوع، فيها ائتلاف واسع، فيها متخصصين مش بالضرورة منتمين لأحزاب، فيها منتمين لأحزاب، فيها كفاءات. الشعب ده هيشاركني، لازم يمثل علشان يشيل المسؤولية، مش مجرد تمثيل لفئات. يعني أنا عايز نائب قبطي مش عشان يبقى ممثل الأقباط فقط، عشان يحمل ملف ومسؤولية في الرئاسة. أنا عايز نائب امرأة مش عشان تبقى ممثلة للنساء شكلا، لا ده أنا عايز امرأة قادرة على حمل مسؤولية لملف الصحة مثلا، او ملف التعليم. مش وزير، انا بتكلم الوزير ده قصة اخرى. وبالتالي انا بتكلم عن مشاركة حقيقية. بقول وبأكد انه انا شايف المسؤولية كبيرة، انا شايف المشاركة ضرورية، انا شايف التنوع مطلوب، انا شايف انه الوان الطيف المصري والكفاءات المصرية بغض النظر عن الانتماء السياسي او الاعتقاد او الجنس او اللون او غيره زي ما احنا بنقول دايما، مطلوبين جدا عشان يشيلوا ملفات، عشان احملهم معايا ملفات وشغل، علشان نأدي الواجب اللي الناس كلها عايزاه. الناس عندها مشاكل، عايزه تحل مشكله المرور، عايزين حد متخصص واثنين وثلاثه، ممكن يبقى مسيحي وممكن يبقى سيده، ممكن يبقى من حزب الوفد وممكن يبقى من اي حزب، ممكن يبقى من احزاب خالص. فريق شفيق قال هيحل المرور في يوم، حضرتك تقدر تحله في يوم؟ لا، مشكله المرور انا قلت في 5 مشاكل اساسيه لا تحتاج تمويل جديد وتحل خلال ال100 يوم الاولى. منها مشكله المرور والامن ورغيف العيش والقمامة الزبالة والطاقة. يعني نعد عليك، يعني 5 نعد عليك، تعد علي. طيب دول 5 كويس وتتعهد بهم. دول 5 دول مشاكل ناس أساسية. في مشكلة سادسة ضرورية وملحة وهي مشكلة الدواء والعلاج، بس دي عايزة فلوس وتدبيرها ليس صعبا. وبالتالي احنا امامنا تحدي كبير جدا في 100 يوم علشان المشاكل ال5 تتحل بسرعه جدا. انا لاني عايش في وسط الناس حاسس بيها، لاني ماشي في الارض شايف ان الزباله معطله المرور حتى، وان المرور معطل الانتاج، وان رجال المرور والمتخصصين قادرين على حل المشكله. لانه في جزء من الموضوع، بل الجزء الاكبر يحتاج الى قرار، يحتاج الى اراده،
يحتاج إلى متابعة. الوقود مش مدعوم، السادة الكرام المشاهدين كلهم عارفين ان الوقود مدعوم ب97 مليار جنيه. الدعم ده بيروح لمين؟ للبنزين والسولر والبوتاجاز. المواطن بيشتريه ازاي؟ بيحصل عليه ازاي؟ بيدفع تاني عليه دعم تاني من جيبه عشان يشتري انبوبة البوتاجاز ب3 أضعاف سعرها، ويشتري جيركن السولر ب3 أضعاف سعره، مع انه مدعوم. اذا في مشكلة في ايه؟ في عايزة قرار، عايز متابعة، سوق سودة موجودة عايزة يتحاسب أصحابها. المرور، رجالة المرور ولواءات المرور والناس دول ما فيش بينهم وبين حالة نفسية ولا تعب نفسي بينهم وبين عموم الشعب. لماذا لا تعمل بكفاءة؟ القمامة بتتجمع الفلوس فعلا من الناس على فواتير الكهرباء. إذا إحنا أمام حالة يمكن التعامل معها إن شاء الله. عايز أرجعك لحضرتك، كنت ذكرت إخواتنا الأحباء الأقباط. نعم. هل حسم الأقباط رأيهم فعلا زي ما بيتردد أنهم سيصوتون لمنافسك الفريق شفيق؟ أقباط مصر مصريين شرفاء ثوار، لا أتصور أبدا أنهم يريدوا أن يعودوا إلى الوراء. أنا على يقين، أنا أحترم رأيهم، يفعلوا ما يشاء، هم أحرار في معتقدهم، فما بالنا بما هو أدنى من ذلك. وبالتالي هم مصريين لهم كل الحقوق مثل باقي المصريين، كلنا زي بعض في سفينة واحدة في مركب واحدة. الأقباط المصريين الذين أعرفهم كمصريين كلهم لا يمكن أن يعودوا إلى الوراء، لا يمكن أبدا أن يرضوا بغير أهداف الثورة الكبيرة. لا أتصور في حقهم. أنا كنت النهاردة قاعد مع أحد الناس من الهوارة من الصعيد، وبيسألني إن القرية اللي هو فيها اللي هو يعتبر عمدتها نسبة الأقباط اللي فيها 90%، وهو بينه وبينهم وشائج وعلاقات كبيرة جدا. وبيقول هم حملوني لك سؤال لأنهم يريدوا أن يطمئنوا هل في منهم موقف أم لا. أكدت له أن هؤلاء إخواني أشقاء الوطن، لهم كل الحقوق كما عليهم الواجبات، وكما يحبهم هو مباشرة للجيرة أنا أحبهم لأنهم أشقاء الوطن الكبير وجيران الوطن الكبير. وبالتالي يقيني أن الأقباط المصريين لديهم من الوعي والمعرفة والدراية والإدراك والحرص على مصلحة الوطن ما سوف يوجههم التوجيه الصحيح نحو المصلحة. ومع كل ذلك أنا أحترم رأيهم واختيارهم وإرادتهم، وهم مواطنين كباقي المواطنين. ورئيس الجمهورية اللي جاي إن شاء الله لو أنا ليس له حقوق فوق حقوق المواطنين، ولا يمتلك أبدا القدرة عكس القانون، ولا يستطيع أن يهمش أحد، ولا يملك ولا يجب، ويجب أن احنا نتعلم أنه يبقى ضد حد لأنه مخالف له في شيء. طيب حضرتك أشرت في بداية كلامك حول دور المجلس الأعلى وضرورة أنه يعني يستمر في ضمان انتخابات حرة نزيهة، ده ما وعد به المجلس الأعلى كما وعد، وأنه هو يسلم السلطة كاملة في موعدها غير منقوص. نعم. مش كده؟ نعم. طيب اسمح لي بعد الاستراحة الإعلانية نبتدي نناقش كما يقولون what went wrong، ما الذي حدث خطأ بين جماعة الإخوان والجيش، وما هي طبيعة العلاقة بين المجلس الأعلى والإخوان اليوم، وهل هتفضل العلاقة كده يعني زي ما بيقولوا المواسير مسدودة أو قنوات مسدودة لا تصل إلى شيء قبل يوم 30؟ وهل من الممكن؟ أنا مرشح المصريين كلهم دلوقتي. كويس يا فندم، كويس. أنا في المستقبل إن شاء الله رئيس المصريين كلهم. كويس. ما هو يعني الحديث عن جماعة الإخوان فقط يحتاج إلى بعض التوضيح. كويس. مع السادة المشاهدين احنا هنتكلم عن الإخوان علموني الوفاء بالعهد. كويس. ووفائي بالعهد الآن من منطلق ما اعتدت عليه وما أعرفه وأرضي به ربي وحبي لوطني، الوفاء بالعهد للمصريين كلهم. كويس. انت هتوفي بالعهد المصريين، بس هتجاوبهم عن علاقة انه في مجلس اعلى للقوات المسلحة سيغادر الحكم، وحتى الان لم يحدث اي نوع من التفاهم المعين كيف سيتم تسليم وتسلم السلطة. لا دي المسألة دي واضحة. المسألة موجودة في الدستور. تسمح لي بعد الاستراحة نشوف إذا كانت واضحة في الدستور. نعم. وإذا الدستور المؤقت وإذا يعني جاءت المسؤوليات عليك وأصبح الأعباء عليك وأصبحت رئيسا للبلاد، هذا ملف لابد أن ستتعامل معه بشكل أو بآخر. طبعا. فلو تسمح لي بعد الاستراحة
نتناقش في هذا الموضوع تابعونا على الهواء مباشرة مع المرشح المحترم الدكتور محمد مرسي. الدكتور محمد مرسي سيدي، السؤال الذي أطرحه عليك what went wrong ما بين جماعة الإخوان والمؤسسة العسكرية، ثم السؤال الآن وأنت مؤتمن على علاقة بين مصر كلها كمرشح يعني من ضمن 2 لمعركة الرئاسة، فعندك ما يسمى بال50-50 chance انك تكون رئيس نظريا يعني اللي هو موجود. ففي نهاية الأمر كيف يمكن لك أن تتعامل مع ملف المؤسسة العسكرية؟ الجيش المصري المصريين كلهم بيحبوه واحنا بنحبه ونحترمه، وانا بحبه واحترمه. المجلس العسكري بيدير شؤون البلاد بتكليف في الإعلان الدستوري، له أخطاء وله إيجابيات كثيرة. اختلفنا معه واتفقنا في خلال المرحلة اللي فاتت. لو أنا رئيس الجمهورية إن شاء الله، الجيش تقديره واحترامه وتقويته واجبة. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. العهد في القوات المسلحة المصرية أنها تحمل وطن، أنها تؤدي مهامها، أنها تحترم قيادتها. وبالتالي هذا الملف أنا أراه ملف مهم جدا، وكل الدعم والمحبة والحقوق الكاملة لأبناء القوات المسلحة. لو أنا رئيس الجمهورية إن شاء الله يبقى أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة، ده معنى الدستور القديم والإعلان الدستوري. يبقى حضرتك هتختار وزير الدفاع؟ وزير الدفاع يعينه رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس العسكري، كما أن وزير الداخلية يعينه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وكذلك المجلس الأعلى للقضاء في وزير الدفاع. اختيار يعني هذه المواقع يحتاج إلى تشاور مع جهاتها واستنارة بآراء هذه الجهات في اتجاه من يقوم بالدور فيها لكي يؤدي الدور، لأن الدور عظيم جدا. طب السؤال سيدي سؤال واضح جدا، هل قنوات الاتصال، بتكلم على الدكتور محمد مرسي كسياسي، بينه وبين المجلس الأعلى ما زالت مستمرة؟ أنا ليس عندي أي حساسية من أي عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا مع أي من المسؤولين في مصر. بالعكس، أنا أحرص جدا على التواصل وعلى الاتصال وعلى التوافق وعلى الاهتمام المشترك ضروري جدا لقضايا ومشكلات البلد. المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المسؤول عن البلد، وأنا رئيس حزب حتى الآن في هذا الوطن مسؤول، وعندنا يعني هيئة برلمانية كبيرة في البرلمانين في الغرفتين في المجلس الشعب والشورى، وأنا الآن مرشح رئيس الجمهورية، والانتخابات الإعادة قريبة، والمسؤول عن الوطن القوات المسلحة. فكيف يكون هناك أي نوع من أنواع الزعل أو القطيعة أو عدم التواصل؟ قصيدة شعر يعني. أنا بالنسبة لي هذا الكلام يسعدني جدا، هو الموجود. لا بس خد كلامي كده وتوقف أمامه، وإذا أنا غلطان والله هقول لك أنا غلطان، يعني صححني إذا أنا غلطان. احنا عندنا على قد عقلي المحدود، أنا شايف إن احنا عندنا 7 أزمات هنشوفهم دلوقتي على الشاشة إذا كان ممكن نوم 7 أزمات بس؟ لا، اللي هم أساسيين ما بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري، يعني الأمور مش صافية بينهم. المشكلة الثانية، وهي هنا يا ريت تقدر تطلع الفيديو وول أهو عشان حضرتك تقدر تقراه بشكل واضح. نعم واضح. أزمة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، أزمة البرلمان والحكومة. محتاج أشرح؟ لا واضح جدا. أزمة الهيئة التأسيسية للدستور، والحمد لله النهاردة نقدر نقول إن دي ربنا يعني كرمنا فيها. أيوة. أزمة شرعية البرلمان الحالي، وده هيحسموا هي دي كلها أزمات هتواجه رئيس الجمهورية؟ لا ما بقولش، لا هقول لحضرتك الوطن كله دلوقتي. لا هوصل لحضرتك أنا عايز أقول إيه. خليك معايا كده. أزمة الانتخابات الرئاسية، أزمة مطالب الميدان اللي هي المجلس الرئاسي والثوار ومحاكم ثورية، أزمة القضاء والبرلمان اللي حصلت النهاردة. كويس؟ بعض الناس مثلي أنا عندهم تهيؤات
انه هذه المشكلات كلها كان من الممكن احتوائها لو كانت العلاقة ما بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري تسير بشكل فيه صفاء وتناغم وحوار وتوافق، وأن كثير من تبدو للسطح من فوق الترابيزة كده اهو ان هي مشكلات ما بين يعني هيئات في المجتمع. حتى أزمة مطالب الميدان وأزمة القضاء والبرلمان. هقول لحضرتك لا يعني قصدي التحليل اللي حضرتك تفضلت بيه ينطبق على مطالب الميدان والقضاء والبرلمان. هشرح لحضرتك ليه انا بقول كده. وشرعية البرلمان رخر. ايوه فن ايوه فن. يعني لو الاخوان والمجلس العسكري مش زعلانين من بعض البرلمان شرعي، ولو زعلانين يبقى مش شرعي. لا يا فندم ما توقعنيش في الغلط عشان حضرتك اشطر مني، بس انا بحاول اقول بشكل فيه يعني بعض من الخبث والمخلوط بالذكاء انه خلينا في الذكاء ان هي تبدو على السطح وكأنها خلافات ما بين قوى متعددة، لكن هي في حقيقة الأمر مصر مولعة في ال8 شهور اللي فاتت بسبب استفحال مشكلة المجلس العسكري والإخوان. فالسؤال اللي ممكن يقوله لك مواطن، ولا هو بيلعب لعبة الطرف ده ولا هو بيلعب لعبة الطرف ده، ما تحلوها وتخلصونا. ده فاضل 20 يوم أو 22 يوم على تسليم السلطة، البلد في خطر. حد يكلم التاني، اقعدوا مع بعض وخلصوا الموضوع. هم كانوا قاعدين النهارده مع بعض. لا ده بعد الانذار، لا ده بعد الانذار الروسي او السوفيتي اللي عندكم 48 ساعه دلوقتي او الروسي، يا تخلصوها في 48 ساعه يا ما تخلصوها. هم كانوا قاعدين مع بعض قبل كده، رؤساء الاحزاب والقوى السياسيه والهيئات البرلمانيه كانوا قاعدين مع بعض. لا صحيح، ما بتكلمش على رؤساء الاحزاب. انت تعلم انه في قطبين في اللعبة السياسية يضاف ليهم الميدان في الآخر، بس الميدان ما بيظهرش غير في الشارع. أنا بتكلم على قطبين. والميدان جزء كبير منه من الإخوان. أيوة فن، مش كده؟ على راسي، لكن أنا بتكلم. لا أنا بتكلم على الواقع. أيوة فن. راس حضرتك يعني مهمة جدا، بس على الواقع على الأرض. لكن في نهاية الأمر أنا بتكلم على إنه إمتى هتقعدوا تكلموا بعض. يا أستاذ عماد، ألا المشاهدين الكرام اللي بيسمعونا عندما يروا مثل هذا الكلام قد بعضهم يساوره بعض القلق اللي انت قلته في الاول. ايوه فندم. انا عايز اقول المشاهدين الشعب المصري الشرائح المختلفه. ايوه. القضاة ميزان الوطن. ايوه. المدرسين عيون الوطن. أيوة. النور. ايوه فندم. الشباب سواعد الوطن. الفلاحين والعمال الجسد الكبير والعمود الفقري. الاطباء قلب الوطن، والنساء هم البودي الكبير. الشرائح دي كلها والفئات دي كلها المصريين وهم بيتحركوا في المجتمع عندهم مشاكل حياتية، وعندهم رغبات طبيعية إنسانية، وعندهم أهداف كبيرة نفسهم تتحقق. الأزمات دي وقتية، وأنا شايف إن معظمها ينتهي بحالة استقرار نتيجة انتخابات رئاسية نزيهة تحقق وتعبر عن إرادة الناس. يبقى أنت بالعربي كده لا، يبقى أنت بتحاول تاخد الملفات هايجاكينج لحد ما تبقى رئيس. أكلمك لما أبقى رئيس، ما هو ده برضه لعب سياسة. لا ده لعب سياسة. هايجاكينج. لا بص، ده لعب سياسة. لازم حضرتك تترجمه للمشاهدين. اختطاف. لا اختطاف. أنا إرادة الشعوب لا تختطف. يا فندم، لا بكلمك جد. انت بتلعب سياسه. بكلمك جد. انت بتلعب سياسه. لا احنا انت مأجل حسم الامور للساعه 12. هل دلوقتي وانا مرشح للرئاسه ويمكن ان يكون رئيسا قريبا ان شاء الله. هل انا امتلك حسم مثلا حضرتك قلت شرعيه البرلمان الحالي؟ لا. لكن وانا رئيس ان شاء الله اساعد وابذل كل الجهد من خلال زي ما قلنا مساعدين، ومن خلال رضا شعبي بحل مشاكل المواطنين، بإشراك كل الفئات، بإشراك كل المستويات، بعمل منظومة مؤسسية حقيقية. إحالة الرضا المجتمعي ده تديني الفرصة وتدي للبرلمان الفرصة وللقضاة الفرصة وللميدان الفرصة وللعلاقة والقوات المسلحة حينئذ علاقتها مع الرئيس وليس مع غيره. الفرص دي متاحة جدا، وبالتالي إمكانية الحل في حينه أيسر
هو مش هيخلص في يوم وليله، طب سيأخذ وقت. تصدق وتؤمن بالله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت ملك في الهروب من الاجابه. لا هذا ليس هروبا. لا يا استاذ عماد، لا بص انا مش هكذب عليك، انا مش هكذب. انت دلوقتي عليك. متقمص شخصيه مين؟ ولا حد والله. الاخر اللي انت بتقول عليه ولا الاول اللي انا بقول عليه؟ لا ولا الاول ولا الاخر. حضرتك تعلم علم اليقين. أيوة. وتسأل فيه الذي يعلم علم اليقين رب العالمين سبحانه وتعالى. كويس بس تسأل فيه انه كثير من المشكلات. خلي بالك انا بحترم اسئلتك وارائك. حاضر. وحريص ان انا احترم عقول المشاهدين وعواطفهم ورغباتهم. كثير من المشاكل يا سيدي سببها هذا الجفاء الذي حدث بين الجماعة وما بين المجلس العسكري، وكان من الممكن الحياة تكون أسهل إذا كانت هناك أخطاء من الجماعة، وعلى فكرة من الطرفين. لا أنا بقول لك لحسن تفتكر إن أنا تنقصني الشجاعة. لا، المجلس العسكري مسؤول مثل الإخوان، بس إحنا النهاردة مش بنحاسب مين صح ومين غلط، إحنا عايزين احنا بنتكلم عن حزب الحرية والعدالة كمؤسسة سياسية موجودة في الوطن. أيوة حزب. أيوة فهم. أنا عايز أقول إذا كانت هناك أخطاء من حزب الحرية والعدالة فإحنا بنشوف إيه الأخطاء ديت بنصلحها. إذا كانت هناك أخطاء من المجلس العسكري فاحنا بنرجو اخواننا وقلنا عليها في حينه ومعلنه معروفه انها تتصلح، لان الوطن اكبر بكتير جدا من ان طرفين وهم مش طرفين، لان في جمهور عريض كبير وفي هيئات برلمانيه اخرى وفي احزاب اخرى وفي اراده شعبيه موجوده وفي مصر الكبيره. وبالتالي انا عايز اقول اذا كنا احنا غلطانين، انا اذا كان في غلط قول لي عليه انا اصلحه، واذا كان المجلس العسكري غلطان في حاجه نقول له عليها علشان يصلحها، واذا كنا احنا بيننا وبين بعض اي نوع من الخطا انا بقول لك انا مستعد فورا ان اسعى الى الطرف الاخر اذا كان موجود هذا. لكن انا باؤكد لك يا استاذ عماد، باؤكد للساده المشاهدين، يعني لو دعيت الى لقاء خاص مش مع كل القوى السياسيه، لقاء خاص مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، موضوعه ومش شرط يكون يعني اعلاميا او موضوعه هو تصور شكل العلاقات بعد تسليم والتسليم على طول. انا لا اتردد بتاتا. هذا موضوع. لا هذا موضوع سيطرح اذا كان هذا السؤال انت بتساله. أيوة. انا لي علاقه يعني حميميه مع المجلس العسكري بصفه رئيس حزب الحريه والعداله. طب ما ترفع السماعه. لا ما انا مين اللي قال لي ما برفعهاش؟ ما انا ممكن ارفعها جدا. طيب ما عنديش مشكله في ديت بتاتا. ليس هناك حساسيه وليس هناك قفله وليس هناك تصور مصلحه شخصيه، بالعكس ده انا بقول هم مسؤولين. ده انا كنت فاهم ان الاتهام قبل كده اللي حضرتك قلته احيانا النهارده انه كنتوا يعني كان في نوع من انواع المهادنه كان في مرحله وكأن المفهوم هو غض الطرف عن اخطاء بكلمه مهادنه. لا يا فندم اسمح لي يعني. لا يا فندم. لكن الاصل في الموضوع يا استاذ عماد انه انا بسعى للمصلحه وبفترض ان الاخر ايضا يعني مصلحه. على فكره في حاجتين عايزين نتجنبها. اتفضل. في لغه مهمه جدا دلوقتي. اتفضل. وهي الصدام والتخوين. احسنت. يجب الا نتصادم ولكن نتحاور، ويجب الا يخون احدنا الاخر على اي مستوى. طب هل مستوى. انت مش في خطابك بيبقى عندك فيه تخوين لمرشحك المنافس؟ لا خلي بالك انا لم اذكر احد بسوء على الاطلاق. انت بتتكلم بتقول وفي يده دم الشهداء. انا قلت لا اصافح من في يده دم الشهداء. كويس. انت بتقول لي حضرتك السؤال هيرجع للسؤال. طب هرجع للسؤال. لكني انا لا اسيء الى احد. انا اعرف ماذا اقول. انا اتكلم عن النظام السابق، عن حال النظام السابق، عن المسؤولين مسؤولية قانونية ودستورية وشعبية عن دماء الشهداء. طب الفريق، لان امهات الشهداء عارفين كويس قوي مين اللي بيدافع عنهم ومين اللي بيعمل غير كده. مظبوط. فانا اذا عشان بس تصحيحا للي حضرتك قلته. طيب يا فندم. انا ليس هذا طبعي. خلاص. سؤال يا فندم، سؤال. الفريق شفيق بالنسبة من منظورك خصم سياسي، منافس، عدو؟ يا استاذ عماد يا استاذ عماد سؤال يا استاذ عماد انت عايز تتكلم عن ثورة وإرادة ثورية ونظام سابق، ولا عايزين نتكلم كأن المرحلة الماضية لم تكن ونغض الطرف عنها واحنا اولاد النهارده ونقلب الصفحة؟
لا أنا بتكلم احنا دلوقتي يا استاذ عماد، أن هناك مرشح منافس يا استاذ بتحبه بتكرهه يا استاذ عماد، موجود يا أستاذ معاك عماد، على قائمة المسألة الانتخابات. على مشاعري أنا ده المهم، إنما مصلحة الوطن ورأي الشعب وإرادته وثورته وأهدافه هو ده الأهم. كويس. وبالتالي لا تنظر إلى مشاعري أنا. الحب والكره لا يفيد في السياسة ولا يفيد في تحقيق المصالح، إنما المفيد هو نحقق المصلحة ولا لا. هو بأفكاره وببرامجه. أنا أرجو حضرتك، هو بأفكاره وببرامجه. أنا أرجو حضرتك أن توجه هذا السؤال كله إلى الكتلة الإنسانية البشرية المصرية التي تتعدد فيها الفئات والمصالح والمشاكل اللي عاشت المرحلة السابقة للثورة وحضرتك منهم، وشافت اللي حصل يقينا وعاشت التجربة ونفسها تنتقل إلى حالة أخرى. أرجوك اسألهم هم، الصناديق ستجيب على سؤالك. كويس. تسمح لي بعد الاستراحة الإعلانية أجي أعدك إن أنا هكلمك بقى إيه في كتل تصويتية. بعد الاستراحة أكلمك على الكتل التصويتية، المناطق اللي أنت أحرزت فيها نتائج جيدة، المناطق التي تسعى للتركيز عليها، ثم الأصوات المطروحة في أنا بركز على الوطن كله. كويس إن شاء الله. مطروحة لحمدين وعبد المنعم، الدكتور عبد المنعم والأستاذ حمدين في حوالي 10 مليون صوت، من يتسابق عليها وكيف ستتحرك لها بعد الاستراحة الإعلانية، وهذه هي الاستراحة الإعلانية الأخيرة. مرة أخرى يستمر الحوار. ليتكم كنتم معنا في الاستراحة الإعلانية لأن كان فيه كلام مهم، لكن طبعا لا يجب الكشف عنه لأنه مش على الهواء. السؤال سيدي دلوقتي، أنت مقبل على مرحلة الإعادة. نعم. في مناطق أكيد أول درس بتحاول تعمله كأي مرشح أن بتشوف أين المناطق التي أبليت فيها يعني كمرشح في الجولة الأولى، في الجولة الأولى بلاء حسنا، وأين النقاط اللي هي محتاجة أنك تراجع. وبيجي السؤال الثاني بعدها على طول، في أصوات موجودة لآخرين لم يعودوا في سباق الرئاسة، كيف أعمل عليها أن أنا أكتسبها؟ يعني ده مش إفشاء أسرار، ده شيء منطقي موجود. فنشوف هنا مثلا المحافظات اللي حضرتك حصلت فيها على المقعد الأول أو الرقم الأول، المنصب الأول في ترتيب، وحصلت فيها على أرقام وثقة الناخبين، مقابل أنه تلاحظ أنه في الجانب الآخر سيادة الفريق أحمد شفيق ما عندوش عدد محافظات كتير، لكن عنده كتل قوية في محافظات محدودة، لكنها كتل رقمية موجودة، وحصل على المركز الثاني في الكثير من المحافظات اللي سيادتك كنت فيها الأول. النهاردة مثلا حضرتك كنت في المنوفية، تقدر تشرح لي مثلا محافظة زي الشرقية اللي هي مسقط رأس حضرتك موجود فيها وأستاذ في الجامعة، كيف تفسر أداء المنافس ليك بهذا الشكل؟ هو أنا عايز أقول بصفة عامة المرحلة الأولانية كان فيها 13 مرشح. أيوة فهم. وبالتالي عمل مقارنة بين 2 بس في المرحلة الأولى يعني قد يخل شوية بالحقيقة في التحليل. لما يبقى في المرحلة الثانية المنافسة محصورة بالشكل اللي هي موجودة عليه دلوقتي، وأصبحت الأمور يعني أكثر وضوحا عند الناس، والناس بتستحضر التجربة كلها على بعضها، وبتعيد ترتيب نظرتها وتصورها عن الحالة ونظرتها للمستقبل ومقارنة الماضي باللي هي تحبه أن يكون موجود. أنا متصور أن المسألة ستكون مختلفة اختلافا. طب أين أبليت بلاء حسنا؟ صحيح الأرقام تتحدث عن نفسها، لكن أين أيضا المناطق اللي عايز تعزز نفسك فيها وبتشتغل عليها دلوقتي؟ والحقيقة يعني احنا الحملة بتاعتنا كما هو معروف حملة كبيرة يعني في كل الأماكن وفي كل المحافظات، والحملة درست يعني كل الوسائل وآليات العمل الممكنة في الجولة الثانية، وبدأت تتحرك بيها، وفي نوع من التوازن في توزيع الجهد والقوة في الحركة بين المحافظات المختلفة.
وده هيظهر من حركتي انا كمان في المرحله ديت. فانا يعني بتحرك دلوقتي، يعني زي ما انت حضرتك بتقول منوفيه، انا برضو يعني رحت الجيزه وهروح اماكن اخرى كتير، وبالتالي المرحله اسكندريه عندك تفسير لاسكندريه اللي هي معقل قوي المفروض للدعوه السلفيه؟ ستختلف اسكندريه وغيرها في المرحله الثانيه، لان زي ما بقول لحضرتك يعني اعاده ترتيب الاوراق عند الناس مختلفه في المرحله الثانيه عن الاولى. وجود مرشحين عدد ليس بالقليل في المرحله الاولى، وخاصه مرشحين ثوره مقبولين لدى الناس، عدد يعني يمكن 4 5 او اكثر، خلى الناس اختياراتها مفتوحه شويه في المرحله الاولى. لكن في المرحله الثانيه في الاعاده انا اتصور بل ارى ان الامر مختلف. الناس دلوقتي بتعقد مقارنه اساسيه بين الماضي والمستقبل، بين الفشل الكلوي وبين الصحه، بين التعليم وانهياره والدروس الخصوصيه، و25% من دخل الاسره، 40% من دخلها للصحه والتعليم، 25% للتعليم، وبين ما يجب ان يكون عليه الحال في المستقبل، بين القتلى في المرور في المواصلات الطرق. في عندنا في 6 سنين أكثر من 40,000 شهيد قتيل على الطرق، وأكثر من 100,000 مجروح. فالناس عندها صورة ذهنية عن الماضي وتريد أن تنتقل إلى المستقبل. بس حضرتك بتعمل ستيريوتايبنج عبقري. ستيريوتايبنج اللي هو أن تضع صورة نمطية أنك عندك توكيل للمستقبل، والمرشح المنافس عنده توكيل للماضي بكل كوارثه فبالتالي الناس بتقول كده هذا العهد القديم السيء وهذا انتهى أمره. مش عايزة كلام. طيب. مش عايزة كلام. الناس اللي بتقول كده على فكرة مش أنا. طيب. أنا بقول لأني بأصف الواقع. أنا بأصف الواقع لأن الناس بتقول كده. حضرتك انصت إلى أمهات الشهداء، انصت إلى المرضى، انصت الى اولياء الامور في الامتحانات. كويس. يهمني وهكذا سترى تمايزا واضحا. يهمني ان ده كله نريد ان ننتقل. كويس. يهمني ان من ده حالة كله العوز والمرض والارتباك والقهر والفساد. 32 عيلة يا استاذ عماد، 300 400 500 واحد امتلكوا ونهبوا اكثر من 90% من دخل الوطن في اكثر من 30 سنة. كويس. خلاص الحالة دي موصفة. النظام، أنا يعني لما حاولت تشوف كشوف الهبات والعطايا من أحد المؤسسات المعروفة في تقارير أجهزة رقابية إلى القائمين على الأمر مسؤولين في 2010 و11 اللي ظهر في نص 2011. ترى عجبا. الناس بتعرف الحاجات دي أصلا. لن أنازعك. أنا هوصل معاك إلى يعني آخر المنتهى. هنفترض أنه واخد جائزة نوبل فأنه أسوأ نظام في التاريخ. لا ما تاخدش جائزة نوبل على كده. لا يعني جائزة نوبل تاخد على إنجازات. لا مش على ضياع أوطان. لا هفترض يعني جائزة تقديرية أو جائزة. لا مش جائزة تقديرية. جائزة على إنه أسوأ. هي شهادة سوء سير وسلوك. عايزة كلام. أسوأ نظام. هي ليه كده يا أستاذ عماد؟ كويس. بس اسمح لي بس. ما أنا دلوقتي هيحصل لي حاجة لو ما كملتش. ما لازم أقول العبارة. خلينا أكملها وبعد كده لك مطلقا. هيفترض إن هو أسوأ نظام في التاريخ. يجب أن ينعكس ذلك في النهاية. هرجع لك لنفس النقطة، إلى السلوك التصويتي. إن في الآخر الناس ترى أنه حضرتك المرشح الأفضل الذي تعبر عن أحلامهم وطموحاتهم، فيظهر ذلك في الصندوق. إذا ما ظهرش ذلك في الصندوق هرجع للسؤال اللي أنا عايز أقول لك حاجة قبل ما تقول. ما هو أنت دايما بتقطعني في النقطة دي لأنك خايف تقول لي أصل هو عمره ما هيحصل. أو على طريقة فال الله ولا فالك. أنا ما بخافش. أنا ما بخافش بجد. كويس. ليه ما بخافش؟ لأن أنا على يقين إن ربنا هيريد لمصر الخير. الحاجة الثانية إن أنا يعني واثق من وعي الشعب المصري. أنا عايز أقول لك حاجة وحضرتك اسأل اللي أنت عايزه. إحنا بنقارن دلوقتي وأمامنا الناس كلها بنقارن بحالتين. حالة فساد يقيني وقع، يعني مفيش كلام، نزيف وقع. مين قال لك انه طالع في برنامجه بيقول انا مرشح الفساد؟ انا دلوقتي ما بنش برنامج. انت بتتكلم على القديم؟ انا بتكلم دلوقتي. لا انا عايز اوصل لك الحاله اللي احنا عليها دلوقتي. كويس. الناس كلها شايفه الفئات. كويس. اساتذه الجامعه، القضاه، العمال، سواقين التوك توك، اي حد، كل الناس الكبار اللي موجودين في مصر شايفين ان احنا عشنا
اكثر من 30 سنه يقينا تجربه فساد حقيقي كويس. وسرقه وتزوير انتخابات واجرام وتاخير وعدم شفافيه. الناس عاشت تجربه يقينيه. فهل يمكن، عشان سؤال حضرتك، ان نقارن اليقين الذي وقع بحاله ظنيه مستقبليه يا ترى احنا هنقدر نتعامل مع بعض ولا لا؟ كيف يقارن هذا بذاك؟ هو ده عشان كده انا بقول السؤال مش في المقرر، لانه لا مجال للمقارنه بين الحالتين. الحاله دي وقعت يقينا والناس كلها عاشتها مش بس شافتها، انت وانا وكلنا. والحاله ديت اللي فيها بعض التخوف زي ما حضرتك قلت حاله ظنيه مستقبليه نستطيع ان نتعامل معها، يحدث فيها اخطاء نصلحها. هناك فرق بين تصور امكان حدوث الخطأ ونصوبه اذا وقع، ويقين حدوث الاجرام اللي مش قادرين نرجعه تاني، الفلوس اللي ضاعت والفساد اللي حصل وتأخير الوطن. اذا المقارنة مقارنة غير عادلة، مظالمة. حينما تضحى الناس اللي معاك حضرتك اللي انت بتسمعهم وتجيبهم في البرامج وتعمل لهم استبيانات وتشوف تصويتهم، عاشوا الموضوع ده. والبعض بيحاول يقول ده احنا مش هنعرف نعيش الحالة الخطأ دي ازاي. احنا خلونا نعيش الحالة الجديدة مع بعض ونتفادى الجريمة اللي وقعت انها تستمر. هو ده الكلام كويس. هو دي الحالة اللي المواطن العادي بيقول لي في السوق امبارح، بيقول لي خلي بالك يا دكتور انت قدام ربنا هتبقى مسؤول عننا، اوعى اللي فات يرجع تاني. مظبوط. والراجل التاني شيخ القبيلة اللي من الفيوم بتاع السلوسية بيقول لي ايه؟ بيقول لي احنا فاهمين كل الكلام اللي بيتقال وعارفين مين الكذابين ومين اللي حصل وايه اللي جرى قبل كده. فالناس واعية يا استاذ عماد وحضرتك عارف كده. فالمقارنة اذا تخرجنا من الاطار، لا مجال للمقارنة. عشان كده السؤال ملوش اجابة لانه سؤال مجرد. الاجابة كلها هنا، هل يا محمد يا مرسي انت هتوفي بما تعد به الناس في المسار الثوري في مصر الجديدة؟ واذا ما وفتش الناس هتعمل معاك ايه؟ طب السؤال هو ده السؤال يا فندم. طب احنا بنعمل لكن احنا بنعمل انتخابات ليه؟ نتيجة عدم تطبيق القانون يا استاذ عماد. ما احنا نيجي ونقول القانون فاز الدكتور محمد مرسي من الجولة الأولى لأن المرشح الثاني عمره ما هيكسب. احنا قلنا اتفقنا. لحظة يا استاذ عماد بس عايز اكمل. عمره ما هيكسب وإذا كسب انت لا تنكر. احنا اتفقنا على احترام الحالة القانونية. بالظبط. خلاص كويس. وبنقول ان القانون الان ما زال حتى الان مثار لغط امام المحكمة الدستورية اللي هي الطعن امامها. تمام. وبالتالي احنا اقحمنا كوطن ضمن المصايب من المرحلة السابقة للحالة اللي احنا موجودين فيها. فانا بعمل نوع من انواع اظهار الصورة الحقيقية، لان المشاهدين والناس والشباب هم اللي بيقولوا لي ويقولوا قدامي كده، هم اللي بيقولوا كده. انا بنقل لك واقع وحضرتك شايفه زي ما انا شايف. سيدي انا اللي لازم يعرف النظام السابق انه ملوش مجال بعد كده مع الناس. لا مجال لظلم مرة اخرى. مظبوط. لا مجال لفساد مرة اخرى. لا مجال لامراض ومص دم الناس. هو اشيتون بتاعت الاتحاد الاوروبي قالت ايه يا استاذ عماد؟ مش احنا، مش انا. قالت ان ال30 سنة اللي فاتوا الاموال التي سرقت من مصر، بس ما قدرتش تدلل عليها. لا بس قالت ايه؟ انا بقول لك دي واحده مسؤوله، ده مش بتكلم عني انا. من 5 إلى 6 تريليون دولار. 5-6 تريليون دولار حضرتك عارف يعني كام؟ 30 سنه. لا ما لحظه يا فندم، يعني لو فرضنا 6 يعني 36 تريليون، يعني 36 ألف مليار دولار. نعم. هو الناتج القومي المصري كام؟ لا، ما هو الناتج القومي المصري هو اللي اتنهب، ففضل اللي انت بتحسبه. موارد مصر. حضرتك طب انا ادي لك مثال. حضرتك انت عارف انت عارف حضرتك الاراضي اللي اتنهبت قيمتها دي حضرتك عارف طبعا. لا ما عنديش. انا مش عايز ادخل في امثله دلوقتي عشان الوقت، لكن عايز اقول لحضرتك هي المقارنه ديت هي اللي مش على ستيج واحده، مش على طاوله مستويه مع بعضها. الناس بفطرتها وبممارستها وبطبيعه وعيها ومعرفتها اللي استطاعت انها تقلب النظام الظالم ده هي اللي بتقول اللي انا بقوله ده.
فلا مجال للمقارنة. أيوة أنا بس اللي عايز أقوله لك سطر واحد بس، سطر واحد، ويعني أبقى أسعد إنسان في التاريخ. المهم في الآخر كائنا من كان إن يجوا في الآخر الناس ويدوا له الصوت. أيوة. هيحسموا الناس الموضوع ده. بس هو ده يوم ما الناس تشوف كده معاك سيحسمون. لما حاجة أقول لك ضدك هتقول لي لا عمره ما هيحسم. سيحسمونه. طيب هنيجي للنقطة اللي بعد كده، نشوف الأستاذ حمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الاثنين مجموع أصواتهم الاثنين مجتمعين مع بعض يصل قرابة 10 مليون صوت. أعتقد أي حد داخل السباق الرئاسي هيبقى حريص على إنه هو يأخذ أنصار هؤلاء ويستملهم ناحيته. ده صحيح. السؤال بس هو طبيعة الأنصار هؤلاء ال10 مليون دول طبيعتهم إنهم محبين لوطنهم، حريصين على الثورة، عايزين يكملوا الأهداف، دي طبيعتهم. بس بعضهم عشان نبقى واضحين عندهم مشكلة في الجزء اليمين اللي أنا بقوله ده. يا ترى إحنا في المستقبل محمد مرسي بيقول لنا كلام وهينفذه فهنمشي مع بعض، ولا قد يخطئ ويخذلنا في بعض الأمور؟ لا، ولا ممكن سؤال تاني إنه بيقول لنا كلام انتخابي ثم بعد ذلك لا يفي بالوعد. ما هو دي الحالة الظنية اللي أنا بقول عليها. الحالة الظنية. عشان كده بقول تعالوا نمشي في الطريق الصح، ولما نلاقي مشاكل نبقى نحلها، ولو ما عجبناش لو حنث في وعوده لو لم ينفذ. طب دايما بيتكلموا اقول لك على حاجه بقى، فالميدان موجود. ايوه انت بتقول لهم الضمان هو الميدان. طبعا. طيب اكبر ضمان لاستمرار تحقيق الاهداف في المستقبل في مصر الجديده هو استمرار ثوره الشعب المصري. طب السؤال الميدان رمز لاستمرار الثوره. طب السؤال يا فندم، انا على فكره اشجع جدا جدا استمرار الثوره حتى وانا رئيس ان شاء الله. طب حسب فهمك يا فندم، الثورات تفضل مستمره لامتى يعني؟ الى ان تتحقق اهدافها. اصل هو مفهوم الثوره ايه؟ ليس الفوضى، وانما الفعل الايجابي الذي يمارس ضغطا بوعي لكي تتحقق الاهداف. ده اللي انا عايزه. انا عايز الشعب يكتسب وعي واراده قويه كل يوم، ويقول للحاكم انا واخد بالي، انت قلت وما عملتش، انت حصل منك تصرفك مش مظبوط، علاقاتك الخارجيه مضطربه، انت دلوقتي الصحه قلت وما عملتش، احنا عندنا موارد اهدرتها، انت. ما هو هذا المجتمع القوي الفعال. لكن لا يعطل المرور ولا يعتدي على الملكيات الخاصه. رئيسا لن تستخدم قوه ضد متظاهرين. مستحيل. هذا عهد منك؟ هذا عهد. لا يمكن ابدا ان يمنع متظاهر من ان يتظاهر سلميا، بل واجب حمايته او يعتصم سلميا. واحنا متعودنا واحنا كلنا في الميادين وما زال الثوار لا بيعطلوا المرور ولا بيعتدوا على الملكيات الخاصه ولا العامه ولا بيعتدوا على بعض. امتى يكون الدفاع اللي اعتدى عليهم هو النظام. طب السؤال، امتى يكون الدفاع الشرعي عن النفس؟ من النظام. من النظام. لا، هو الثوار يمتلك سلاح عشان يبقى في دفاع شرعي عن النفس. ما بتكلمش من ناحيه، بتكلم يعني هل لا ترى ان هناك امكانيه ان يحدث اي تجاوز؟ لا تعارض بين حفظ الامن طبقا للقانون وبين التظاهر السلمي او الاعتصام السلمي. ما فيش تعارض. هنتعلم مع بعض كلنا ازاي ان احنا نقول راينا ونضغط بيه وما نمسش بعض وما نصطدمش مع بعض. هذه مرحله سنتعلم منها كما كانت الثوره تستمر. العدوان اللي حصل من السلطه التنفيذيه اللي موجوده ساعتها. ما فيش ثوار اعتدوا على بعض. لما السلطه التنفيذيه رئيس الجمهوريه والسلطه التنفيذيه يبقوا حريصين على الثوار، بيسمعوا لهم، عندهم هيئه للثوار اللي احنا بنقول هنعملها في البرنامج بتاعنا ان شاء الله. بتعرف الثوار عايزين ايه، بيقعدوا معاهم، بيعيشوهم، بيحلوا مشاكلهم. الشباب البطاله مش موجوده، العلاج موجود. هل هناك مبرر للاعتراض اذا حلت المشاكل؟ اذا وفى الناس بوعودهم، اذا موارد مصر عادت ليها، اذا اراده مصر اصبحت نافذه، اذا مصر احترامها بين دول العالم بقى موجود. اذا الثوره ضمان تحقيق الاهداف، استمرار الثوره ضمان تحقيق. ارجعوا لكلامي في ال16 شهر اللي فاتوا حتى قبل الثوره. على فكره انا ليا، ارجو ان حضرتك تبحث مع المشاهدين، انا ليا بيان بعد ثوره تونس كان فيه 5 نقاط، ثم كان بعده بيان للاخوان لمكتب الارشاد فيه 10 نقاط. ارجعوا لذلك. وانا كنت بقول انه يجب ان يدرك النظام ان الثوره قادمه اذا لم يفعل 1 2 3 4 5. ومنها كان حل البرلمان،
وإعادة الانتخابات. طب هذا كلام مسجل. طرأ لذهني سؤال هو يعني فجأة جالي فاعذرني يعني ان انا اقحمه في سياق الحوار. انا سعيد جدا بالحوار، وانا متأكد ان السادة المشاهدين المراقبين المشاهدين الشعب الثائر ده انا بقول وعلى يقين وعايز انه يسجل عليا اللي انا بقوله عشان يحاسبني عليه. انا كنت سعيد بتعهد حضرتك. كويس. دلوقتي لما حضرتك الشعب الواعي هو اللي بيفرز حضارة. ايوه يا فندم. هو اللي بيفرز ايه؟ حضارة. ايوه. واولى خطوات الحضارة الحقيقية احترام حقوق الانسان وفكره، وحق التظاهر حق اصيل بالنسبة لحقوق الانسان. طيب. ما يسمى بالإيجيبشن واي اوف لايف، اسلوب الحياة المصريين لمرتضينها ثقافتنا حياتنا. نعم. هل ستأتي لتغييرها؟ بتاتا. ثقافات الامم لا تتغير بالحكام والا تضيع الدنيا كلها. يعني احنا عايزين نزكيها، احنا عايزين شعبنا ثقافته العظيمة وتاريخه وقيمه واخلاقه. احنا منظومة القيم عندنا على رأسها الحق والعدل حضرتك، فاحنا عايزين ندفع باتجاه تعميق الثقافة. هقول لك يعني في السؤال للسيد وزير الإعلام في البرلمان كان في 2 من النواب المحترمين بيخاطبوا انهم زعلانين ان هناك اغاني وطنيه في قناه صوت الشعب، اغاني وطنيه مش اغاني لا سمح الله. انا لا اريد ان اخذ حالات خاصه واعمل بها لا انا بتكلم ان هناك مؤشرات بتاتي مخاوف للناس بانه احنا نريد ان نعيش حياه طبيعيه. انا بقول للناس وبخاطب الناس وبقول لهم احنا عايزين نصبر على بعض. طب سؤال هريحك فيه. الآراء اللي خارجه عن السياق من اي من الاطراف نتحملها شويه. طب لكن المسؤول بيقول ايه؟ الفن الهادف قيمة كبيرة للوطن. كويس. سؤال حضرتك، احنا دلوقتي عندنا ماليزيا، عندنا تركيا، عندنا ايران. نفسك تشوف مصر؟ بس لسه ما عندناش مصر. ايوه كويس. هيبقى عندنا مصر ان شاء الله. نفسك تشوف مصر بثقافتها؟ ايوه نفسك تشوف مصر اقرب لايه؟ لا انا هشوف مصر بثقافتها، بمعتقداتها، بتنوعها، بقيمة تاريخها وحضارتها، بنيلها وأرضها وسماها، بمناخها، بحب أبنائها البعض، بحضارة متميزة وطريقة حكم خاصة بالمصريين بيرضوا عنها كلهم. ستكون هناك إن شاء الله تجربة مصر إن شاء الله. إيه بس حضرتك ما جاوبتنيش. موديل الذي يحلم به محمد مرسي، هتقول لي نموذج مستقل أنا عارف. نعم. لكن الأقرب لقلبك إيه؟ الأقرب لقلبي إن مصر تنهض وتبقى رائدة أمام دول العالم كلها. أنا بتكلم بجد. يعني أنت مش قرب النموذج الماليزي، قرب النموذج التركي، قرب النموذج الإيراني؟ الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو حق الناس به. نأخذ الخير من تجارب الدنيا كلها، من هؤلاء ومن غيرهم. نأخذ الحرية والديمقراطية، نأخذ العلم والتكنولوجيا التطبيقية، نأخذ الحب والاحتضان، ناخد من كل حتة ما نحب أن يكون موجود. ثقافتنا احنا مش هنقدر نستغنى عنها أبدا انها حلوة، معتقداتنا مش هنغيرها، طريقتنا وحضارتنا كمصريين، مساجدنا وكنائسنا مش موجودة في العالم كله. مساجدنا وكنائسنا مش موجودة في العالم كله. طب بالنسبة لطمأنة الناس، هناك تخوف لدى بعض رجال الأعمال أنه يأتي ذلك الحكم المقبل يصنع رأسمالية خاصة به أو يقوم بمصادرة أو الحمد لله. ما انت شايف التاريخ، لا عزبة ولا معزة. يعني ايه خاصة به؟ لا به بمعنى ما يسمى برأس المال الإسلامي، يعني بأنه جذب. لا هو رأس المال المصري وليس رأس المال الإسلامي بمفهوم المحورة اللي أحيانا تفهم خطأ بغير سياق. طب كويس، يا ريت تشرح. يعني حضرتك دلوقتي هل هناك مانع لدى المصريين أن يكون هناك مسيحي عنده أموال ومليارات يستثمرها في مصر من أجل وطنه ويصدر ويستورد ويبيع ويشتري ويصنع؟ لا طبعا. طيب هل هناك مانع أن يكون هذا المالك لهذا المال شركة أو فرد ويكون مسلم؟ لا طبعا. إذن إحنا القانون والدستور مصر وواقعنا هو اللي بيحكم. طريقة العمل الاقتصادي
تبقى شكلها ايه؟ الموجود الآن محترم ومتاح. نماذج أخرى جديدة ممكن تبقى إسلامية ممكن أن تضاف بحرية تامة ورقابة حقيقية وقوانين استثمار جد بجد وتشجيع له، لأن احنا في احتياج إليه. وبالتالي المناخ المصري مناخ مناسب جدا الآن للاستثمار من كل الأفراد ومن كل ألوان الطيف المصرية والعربية والأجنبية. هذا الحقيقة الوعاء المصري يعني ده وعاء كبير. تطمئن رجال الأعمال إنه إن أصبحت رئيسا وإن أصبحت الحكومة من أغلبية أو من أكثرية من الحرية والعدالة فإنه لن تكون أكثرية من الحرية والعدالة. طب كويس. هذا وعد وعهد أمام الناس. لن تكون الحكومة كذلك. تتعهد بذلك. أتعهد بذلك. وإذا حصل احنا قاعدين مع بعض إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أنا بس عايز أرجع للنقطة دي. اتفضل عشان بس حتة اتفضل. الاستثمار ورؤوس الأموال وأصحاب رؤوس الأموال. في 17 مليون مصري بيعملوا في القطاع الخاص. أيوه. وفي أقل من 7 مليون تقريبا 6.5 بيعملوا في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال. يعني في 3 أضعاف مصريين بيشتغلوا في القطاع الخاص. وفي مهم جدا ال7 مليون اللي بيشتغلوا في القطاع العام والحكومة وقطاع الأعمال. هل يمكن لرئيس عايز يحل مشاكل بلده إن يجي يضغط بأي شكل من الأشكال أو التمحور على القطاع الخاص ورجال الأعمال؟ لا يمكن. لا يمكن. مصالح المصريين موجودة ازاي؟ احنا بنقول احنا عايزين نحترم القانون. ده انا عارف، انا قابلت ناس كتير جدا منهم وعارف ان عندهم مشاكل زي مثلا تجديد الترخيص كل سنة للشركات. هذا كلام تعويق وابتزاز رخيص ليس له قيمة ولا وزن. لماذا لا يعد دراسة هذا الامر؟ وانا مش عايز اتكلم عن انشاء حالة بقرارات علوية دون دراسة، لانه القانون الذي يصدره رئيس الجمهورية كمشروع يوديه البرلمان مش يصدره هو، لان في برلمان. يجي منين؟ من جهتين، من اهل المجال واهل الاختصاص. الفكرة قد تكون فكرة رئيس الجمهورية، لكن لا يمكن ان تتحول الى مشروع قانون على طول الا اذا راحت لاهل المجال واهل الاختصاص. اذا اصطدم ذلك الفكرة من رئيس الجمهورية بحزب الحرية والعدالة اصطدم؟ لا، هو رئيس الجمهورية في المستقبل مستقل عن الكل. حزب الحرية والعدالة له منهجه وله لائحته وله رئيسه حينئذ ومكتبه التنفيذي وآلية شغله، وكذلك حزب الوفد وحزب النور والأحزاب كلها. إنما رئيس الجمهورية مسؤول عن الوطن كله. الوطن كله بحسبه، الشعب كله قدامه، المشاكل كلها قدامه، بيساعد الكل، بيتحرك مع الكل، بيقف حكم بين السلطات، بيفصل بين السلطات، مسؤول مسؤولية كبيرة. السلطة التنفيذية في مصر في المستقبل مليئة بالمشاكل، لان احنا ورثنا ميراث ثقيل هنرجع له تاني ونقول احنا بنتكلم عن مستقبل ان شاء الله مستقبل مضيء هنتعاون فيه، وهيبقى رئيس الجمهورية بعيد عن اي من الاحزاب بما فيها حزب الحرية والعدالة اللي انا كنت رئيسه. سوف لا اكون مباشرة، وسأقف على مسافة متساوية من الكل، وسوف اعيش مع اهلي وشعبي في مشاكلهم، وأكون قريب منهم وأشاركهم في تحمل المسؤولية كملفات عمل وليس كمسؤولية سياسية قانونية لرئيس الجمهورية. هذه مسؤولية رئيس الجمهورية فقط. إذا جاءك السيد المرشد العام فضيلته وقال لك يا دكتور مرسي ما تفعله أنا أخالفك فيه الرأي، هو لن يفعل ذلك، وأنا لا أسمح لأحد أن يفعل معي ذلك. مخالفة في الرأي لا تعني إملاء الرأي. المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر الجديدة مواطن مثل باقي المواطنين بالنسبة لرئيس الجمهورية، مع ما له من قدر واحترام وتقدير كعالم. ده قولا واحدا. قولا واحدا، هذا ما فيش فيه خيار أصلا. رئيس الجمهورية رئيس كل المصريين. اقتراح من حضرتك، من أخ موجود في مسؤول عن كنيسة، من أخت موجودة أو سيدة أو أستاذة، من المرشد العام، من حد من مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، من نقابة، من جمعية، من إلى آخره. كل دي اقتراحات بناءة ونصائح ممكن أن يعمل بها، وممكن لهؤلاء الأشخاص أن يكونوا جزء من تحمل مسؤوليات. لكن لا يوجد في مصر من يكون دستوريا ولا قانونا مهيمنا أو مسيطرا أو موجها بشكل تمحور لرئيس الجمهورية، وإلا
كيف نعمل. طب في صحفية أمريكية كتبت في مقال ليها يقول لك once a brotherhood you are always a brotherhood، يعني إذا كنت يوما إخوانيا تظل دايما إخوانيا. طبعا. كيف كيف ستتعامل؟ هناك فرق بين العاطفة والانتماء للفكرة. لا مش مهمة صعبة؟ لا حتى لو كانت صعبة، احنا عندنا من الهم في الوطن ما سوف يشغل رئيس الجمهورية اللي هو أنا إن شاء الله إن كنت، ما يشغله جدا جدا عن أن يفكر عاطفيا. دكتور أنت عارف أنت داخل على إيه؟ يعني إذا أصبحت رئيسا هل تعلم الابتلاء اللي أنت داخل فيه؟ أنا يعني قلت قبل كده وما زلت أقول لنفسي قبل أن أقول لحضرتك أو للناس أن السلطة التنفيذية الآن في مصر حالة من حالات الانتحار، ولولا الإحساس بالمسؤولية والرغبة في خدمة وطني لكان هذا الأمر الدخول فيه أو التفكير فيه صعب جدا. لكن نحن الآن أمام المسؤولية، نحن الآن أنا حريصين بس مش وحدي، كلنا على تحمل هذه المسؤولية، ولا بد أن يكون للمواقف رجال يحملون هذه المسؤولية. إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلد، لقد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. السؤال الأخير سيدي، جماعة الإخوان المسلمين جماعة دعوية من 82 سنة أسسها الشهيد المرحوم حسن البنا. السؤال سيدي، هناك تفكير أو هناك جهود أو هناك عمل في القضاء لمحاولة رفع دعاوى بإبطال دور جماعة الإخوان المسلمين، وأنه هي حيث أنه هي هذا هو حزب الحرية والعدالة، وأنه الجماعة لا منطق لبقائها. ما رأيك مش كمرشح رئاسة؟ لا، الإخوان المسلمين أعلنوا أنه حال صدور قانون الجمعيات الجديد سوف يعدلون أوضاعهم كجماعة على هذا القانون، وهذا واجب قانوني وواجب وطني، وأنا على يقين أنهم سيفعلون ذلك. طب لماذا الإبقاء على الجماعة والحزب معا؟ مجالات العمل مختلفة. الحزب يعمل في مجال العمل السياسي المتخصص وينافس على السلطة، مجالات عمل الجماعة أوسع من ذلك بكثير. طيب إذا خالف بعض أعضاء الجماعة وأنت رئيس، هل ممكن نتخيل أنه بيجي ضباط يقبضون عليهم لمخالفتهم القانون؟ احنا بنتكلم عن دولة القانون. اللي خالف القانون يتحاسب، من الإخوان، من حزب النور، من أي حزب، ملوش حزب، مسلم مسيحي، الكل أمام القانون سواء. هذا كلام يعني مفروغ منه، معلوم من القانون. حضرتك بتقول صدقوني لأن الضمانة في الآخر الميدان، في كل اللي بتقوله. صدقوني لأني لن أخونكم أبدا ولن أخون الله فيكم، والميدان موجود في كل الأحوال. دكتور أنا شاكر على وقت حضرتك، وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليك. لن أعصى الله في هذا الوطن. أنا سني 62 سنة الحمد لله. ويعني أريد أن أرضي ربي بخدمة أهلي ووطني. ليس لي مأرب في هذه الدنيا، والحمد لله. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني على ذلك، وأن يعني هذا الشعب بالتقويم إذا ظهر مني أي شيء يخالف القانون أو يخالف الدستور. أنا جاهز دائما للتقويم، ده جاهز دائما، لأني عندما أقول أنا خادم الشعب وأن الحاكم أجير عند الأمة بجد، يبقى ببص لورا واشوف التاريخ، الحكام اللي عدلوا عملوا ايه، وازاي شعوبهم احترمتهم، والتاريخ بعد كده احترمهم. واللي عمل غير كده، النموذج الشاخص قدامنا جراله ايه. ان شاء الله مع بعض نروح لمصر الجديدة الأحسن ان شاء الله.
أشكرك على وقتك، أشكرك على صبرك عليا، أشكرك. وأرجو أن أكون قد تجاوزت في أي شكل. بتاتي. أشكرك جدا وأشكر السادة المشاهدين. شكرا سيدي، وفي الآخر تصبحوا على خير، ودعائنا دائما اللهم ولي من يصلح. شكرا. اللهم آمين. شكرا جزيلا.